السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى يا باشا كده عشان ننجز وقتنا. احنا عندنا النهارده محاضرة المنهج كامل بأمر الله تعالى. ورقتك وقلمك، كوبايتك القهوة، ويلا يا باشا. احنا هنتكلم دلوقتي عن حالات اف. اول حالة من حالات اف هبدأ بيها بسم الله الرحمن الرحيم في يونت 7 كده، هي حالة اف الصفرية، الزيرو كونديشنال. طب انا عندي حالة اف الصفرية دي بتتكون من ايه؟ قال لك يا مستر دي اف دي عبارة عن رابط، وطالما عبارة عن رابط يبقى انا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هربط بكلمة اسمها اف. وكلمة اف الصفرية عندي بديلة ليها كلمة اسمها وين، وبيجي وراها جملتين. فركز معايا، اف الصفرية بقولها ازاي؟ اف او وين مضارع بسيط، مضارع بسيط. يبقى الجملتين اللي بيجوا بعد اف الصفرية حضرتك بتقول لي present simple، والناحية التانية present simple، مضارع بسيط ومضارع بسيط. حلو الكلام. طب انا دلوقتي بحتاج اعرف حاجتين بالظبط عن حاجات اف. اول حاجة شكلها، تاني حاجة استخدام حالة اف. بسم الله الرحمن الرحيم، حالة اف الصفرية اللي هي بتتكون من مضارع بسيط، مضارع بسيط بتعبر عن ايه يا ريس؟ قال لك ده دي بتعبر عن حقائق، والتانية بتعبر عن عادات. يبقى حالة اف الصفرية بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن حقائق، بتعبر عن عادات. هي ايه الحقيقة؟ بقول لك ان الحقيقة هنا انا بتكلم عن الفاكتس، الحقائق، بس الحقائق اللي هي عامة وعلمية. حقائق ايه؟ عامه وعلميه. فبكل بساطه كده واحده بلدي اجي اقول لك لو خدنا شويه ميه حطيناهم على البوتاجاز هتقول لي بيغلوا، صح؟ هقول لك ايه اللي هيحصل لهم بعد ما يغلوا؟ هتقول لي هيتبخروا. يبقى لو الميه غلت هتتبخر. حضرتك دي حقيقه علميه، وطالما حقيقه علميه جدع تبقى حاله صفريه. تتكون من ايه؟ اف او ان، مضارع بسيط، مضارع بسيط. حلو الكلام. طب بتعبر عن عادات، وفهمنا يعني ايه حقائق، وفهمنا يعني ايه عادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو المضارع البسيط ايه هو يا ريس؟ قال لك ان المضارع البسيط، تعال نخش البي دي اف بتاعنا كده. المضارع البسيط زمن بسيط جدا جدا. بيتكون من ايه بقى؟ قال لك انا بضيف للفيرب اس او اي اس او اي اي اس مع المفرد، انما مع الجمع الانفينيتيف المصدر بس من غير اي اضافات. المضارع اللي احنا عارفينه. طيب المضارع البسيط هل ده الاكتف بتاعه؟ برافو عليك. طيب زي اي زمن ليه اكتف وليه باسف. الاكتف مبني للمعلوم، ومين اللي معلوم؟ الفاعل، فببدأ بالفاعل. الباسف مبني للمجهول، مش عارف الفاعل فببدأ بالمفعول. المبني للمجهول انا ببدأ بالمفعول. الله ينور عليك. طب هو المضارع البسيط بقى الشكل الباسف بتاعه ايه؟ قال لك بيتكون من مفعول بعده ثلاث كلمات، حاجه اسمها بي اللي هو الفيرب تو بي، بلس البي بي اللي هو التصريف الثالث للفعل. مش عايز اقولها كده يا عم، معلش. مفعول ام او از او ار وبي بي. لما اجي اقول لك الشكل المبني للمجهول في المضارع البسيط تقول لي ببدأ بالمفعول بعده ايه؟ ام او از او ار وبي بي. ثوابت بقى. طيب المضارع البسيط ممكن يجي منفي في حالة اف صفرية طبعا. واول لما تقول لك ان الجملة عايزة مضارع بسيط منفي افتكر ثلاث كلمات. ايه الثلاث كلمات اللي بقولها انا واخواتي؟ المضارع البسيط نفي وثلاث حاجات اهم. دونت مصدر، دازنت مصدر، نيفر مضارع بسيط. تاني، دونت مصدر، دازنت مصدر، نيفر مضارع بسيط. يبقى المضارع البسيط بيتنفي بدونت وبيجي وراه مصدر، وبننفي برضو بدازنت بيجي وراه مصدر. انما كلمه نيفر بقى، كلمه نيفر بيجي وراها الفي 1 اللي هو المضارع البسيط التصريف الاول للفعل. طب هو المضارع البسيط هنا لما بيجي بعد نيفر هل مع المفرد بحط له ايه؟ جدع، اس او اي اس او اي اي اس. شي نيفر نوت، شي نيفر سموكس. خلاص كده، هي مش بتدخن، هي مستحيل تدخن، هي استحاله بتدخن. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خد كده المثال ده وافهم اللغه او الحته بتاعت حاله اف الصفريه بتجيبها ازاي. ادي كلمه اف. هو بيسألك على ثلاث أسئلة بالظبط في حتة اختر، وركز معايا في طريقة الأسئلة، مش عايزك تحفظ بس. هو يسألك على اف، ده أول سؤال. يا إما يسألك على اللي بعد اف في أول جملة، يا إما في الجملة الثانية بعد الكوما هيسألك على الجملة الثانية. يبقى أنا عندي ثلاث أسئلة، يا إما رابط، يا إما الجملة اللي بعد الرابط، يا إما الجملة اللي بعدها. يبقى أنت لازم تبقى حافظ إيه؟ الثلاث أشكال. اف أو وين، ده الرابط. مضارع بسيط ده الجملة اللي بعدها، والناحية الثانية مضارع بسيط. صلي على النبي بقى. قال لك if we not the plant it grows. طب انا بصيت على الجمله الثانيه يا اخواتي، لقيت ان ده زمن مضارع بسيط. هسالك سؤال وترد عليا، ربنا ينجحك. انهي زمن من الازمنه اللي ببص على الجمله الثانيه لقيت زمنه مضارع بسيط؟ هتقول لي دي حاله ايه؟ صفريه. وطالما حاله صفريه تبدا تسمع على نفسك دايركت كده اف او وين مضارع بسيط، مضارع بسيط. يبقى انا عايز هنا مضارع بسيط. هو المضارع البسيط مع مفرد بحط له ايه؟ جدع، اس او اي اس او اي اي اس، انما مع الجمع المصدر بس.
طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجمله اللي بعدها if water نقط. الله الله الله، ده بدأ بالووتر، ما بدأش بسبجكت، ده بدأ بأوبجكت، ده بدأ بمفعول. وطالما بدأ بمفعول لسه مش عارف دي انهي حاله من حالات اف. بصيت على الجمله الثانيه لقيت كلمه تيرنز، it turns into steam. انا بقول لك لو الميه اتغلت هتحول لبخار. كلمه تيرن هنا جايه مضارع بسيط، وطالما جايه مضارع بسيط جدع، حاله صفريه ولا اولى ولا ثانيه؟ صفريه. وطالما صفريه بتتكون من اف او وين، مضارع بسيط مضارع بسيط. هي كلمه ووتر فاعل ولا مفعول؟ مش بعرف يا مستر اذا كانت فاعل ولا مفعول، بعرفها ازاي؟ فبتسال نفسك سؤال بالعربي هبل جدا، هي الميه بتغلي ولا بتتغلي؟ جدع، الميه بتتغلي. يبقى الميه بتعمل الحاجه ولا وقع عليها الفعل؟ وقع عليها الفعل، تبقى دي على طول اوبجكت، تبقى دي على طول مفعول. صلي لي على اللي يشفع فيك. اول لما تلاقي المضارع البسيط بادئ بالمفعول بعده ثلاث كلمات انت حافظهم، ام او از او ار وبي، يبقى ووتر. ام ولا از ولا ار؟ از. تصريف الثلاث من كلمه بويل هيبقى boiled، يبقى water is boiled it turns into steam. في مشكله في لحد دلوقتي؟ لا. اهم ملحوظه عندك في الصفريه او في حته المضارع البسيط سواء مع صفريه او مع اولى، انا بقولها كده انا واخواتي، اف مفيش مفعول بيبيع على طول. تاني، اف مفيش مفعول بيبيع على طول. خد لك جمله كده عشان توحد ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمله بيقول لك ايه؟ لقيت الجمله بيقول لك اف نقط it turns into steam. حلو الكلام. اف نقط it turns into steam. انا عايز اسالك اول سؤال، وده اللي هفضل اساله لك حتى في فيديو الحل هتلاقيني بقى شغال كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبص على الجمله الثانيه. الجمله الثانيه فيها كلمه اسمها turns، ده زمن ايه يا عم؟ ده زمن مضارع بسيط. بتبدا تقول لنفسك ده انهي حاله من حالات اف اللي فيها مضارع بسيط الناحيه الثانيه؟ تقول لي صفريه. وطالما صفريه تبدا تسمع نفسك الصفريه اللي احنا حفظناها. بس ثانيه كده، مش دي صفريه يا جدع؟ هي اف هنا جه وراها فاعل؟ لا. جه وراها مفعول؟ لا. كان عندي قاعده بقول لك بقى ايه؟ اف مفيش مفعول بيبيع على طول، اف مفيش مفعول بيبيع على طول. فيجي الاختيارات يقول لك از بويلد ولا بويلد بس. طبعا هتختار بويلد بس، علشان اف ما جاش وراها ولا فاعل، لا احنا مثلا ولا هو ولا هي ولا هي ولا شي ولا ايت ولا وي ولا مفيش فاعل، ولا جه وراها مفعول للحاجه اللي وقع عليها الفعل. خلاص على طول بقى حط السطر ده في دماغك، اف مفيش مفعول بيبيع على طول، اف مفيش مفعول بيبيع على طول، اي التصريف الثالث على طول بعد اف. صلينا على النبي يا اخواتي. دي كانت حاله اف الصفريه. تعالى كده عشان ما نضيعش وقت كده، نخش على حاله اف الاولى. حاله اف الاولى كنت بقولها بطريقه لذيذه قوي انا واخواتي. حاله اف الاولى بقولها كده، اولى اول والمصدر. ايه؟ اولى اول والمصدر. يعني ايه اولى؟ حاله اف الاولى بيجي وراها تصريف اول. ايه التصريف الاول للفعل يا مستر؟ قال لك ده زمن مضارع بسيط يا قلب اخوك. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا كلمه حاله اف الاولى بيجي وراها تصريف اول مضارع بسيط. طب الناحيه الثانيه والمصدر، والمصدر. طب انا ليه احط عايز افهمها الاول. قال لك علشان حاله اف الاولى دي بتعبر عن حاجه اسمها حقيقه محدده واحتماليه في المستقبل. وطالما اتكلمت عن المستقبل يبقى ما انت عندك في يونت 12 ده او يونت 11 عندك فيه ازمنه المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حاله اف الاولى بقولها كده، اولى اول والمصدر. حاله اف الاولى بيجي وراها تصريف اول مضارع بسيط، الناحيه الثانيه والمصدر. طب يا مستر ثانيه، هو بيجي بس؟ قال لك لا، ده احنا اللي مبدلها باربعه، كان وشد ماست ومي. واللي مبدلها باربعه، كان وشد ماست ومي. طب يا مستر ثانيه، افرض الجمله الثانيه في حاله اف الاولى جت نصيحه. يعني مثلا جه قال لي ايه؟ جه قال لي كده بكل بساطة، ثانية واحدة، هات الأسود. if he studies well he نقط pass the exam. فجه في الاختيارات يقول لك ايه بقى؟ يقول لك مثلا will ولا would ولا ايا كان اختياراتك التانية. فانا دلوقتي عايز اعرف، انا هعرف احدد حاله اف هنا منين؟ if he studies well ده جمله مضارع بسيط، لان المضارع البسيط مع المفرد بحط له اس او اي اس او اي اس، انما مع الجمع المصدر بس. صلينا على النبي. وطالما هي مضارع بسيط، ما انا عندي احتمالين يا مستر كده، يا اما صفريه يا اما اولى، يا اما صفريه يا اما اولى. ما هي الاثنين فيهم مضارع بسيط لحد دلوقتي. هي الصفريه كانت بتعبر عن ايه؟
بتعبر عن حقائق، بتعبر عن عادات. هنا مش حقيقة ولا عادة، ده هنا حاجة اسمها احتمالية في المستقبل. تقول لي دي حالة أولى، وطالما حالة أولى بتتكون من إيه يا قلب أخوك؟ أولى، أول، والمصدر. بص اللي أنا بقوله ده يمكن بقوله سريع شوية، بس اللي أنا بقوله ده لازم أنت تبقى فاهمه وحافظه وأنت بتحل، علشان تعرف تحل إزاي في حالات إف. طيب لو جه قال لك مثلا يعني if he wants to succeed he not hard. فجاي لك يقول لك ايه الصياع؟ يقول لك will study ولا should study. كنت انا قلت لك ملحوظه جامده قوي بقى، ان كلمه will تبدل عندي باربعه: كان وشود must ومي. طب الملحوظه بتاعتي بيقول لي ايه بقى؟ لو الجمله الثانيه جمله نصيحه، الاولويه تحط ويل ولا شود؟ جدع تحط شود. يبقى انا هنا بيقول لك لو هو عايز ينجح هو المفروض يذاكر، دي جمله نصيحه، ودي حاله ايه؟ دي حاله اولى، حاله اف الاولى اللي هي كانت بتتكون من ايه يا مستر؟ اولى، اول، ويل، والمصدر. طب ما انا عندي هنا ويل وعندي هنا شود، بس ويل اللي تبدلها باربعه كان وشود وماست ومي، وهنا جمله نصيحه عشان كده اخترت شود. بعد ما تصلي عليه يشفع فيك كمل معايا. هي بتعبر عن حقيقه محدده. مستر هي الحقيقه دي بتحدد عندي ازاي؟ قلب اخوك لو لقيت كلمه من اللي انا هقولهم دلوقتي دي مش حقيقه عامه، تبقى حقيقه محدده. تاني، انا عندي 6 كلمات اقولهم لك دلوقتي، اول لما تشوفهم دي مش حقيقه عامه، دي حقيقه محدده. وطالما حقيقه محدده صفريه ولا اولى؟ جدع اولى. طب ايه يا مستر ال6 كلمات؟ بص يا عايشه: this with that these with those today with tonight. مره كمان: this with that these with those today with tonight. الكلمات اللي انا بقولها دي اسمها كلمات محدده بتحدد الحقيقه. فانا هديك جمله او جملتين، معلش كده استحمل. لما اجي اقول لك اف وجيت بعد اف حطيت لك كلمه اسمها وي، وجيت بعد وي قلت لك ووتر، وجيت قلت لك ذا بلانتس ات نقط. السؤال الثاني: اف وي ووتر this plant ات نقط. صلي عليه يشفع فيك وركز لي في الجملتين دول كويس قوي، عشان هو دول هيفهموك القاعده قسما بالله. فكرني يا حاله اف الصفريه: اف او وين مضارع بسيط، مضارع بسيط انجزني، بتعبر عن حقائق، بتعبر عن عادات. تمام، هي الحقائق كانت عامه وعلميه في الصفريه، خلاص اركنها. حاله اف الاولى اولى، اول، ويل، والمصدر، واللي مبدلها باربعه حلو قوي، بتعبر عن حقيقه محدده واحتماليه في المستقبل. يا مستر بتحدد الحقيقه بكام كلمه؟ ب6 كلمات: this with that these with those today with tonight. طب بص كده: if we water the plants لو احنا روينا الزرع ات نقط. مستر الجمله هنا بتعبر عن حقيقه. الله يفتح عليك والله، جدع فعلا. احنا لو روينا الزرع هيكبر، برافو عليك، دي حقيقه. هي دي حقيقه عامه ولا محدده؟ عندك كلمه بتحدد؟ لا، تبقى حقيقه عامه. وطالما حقيقه عامه تبقى حاله صفريه، وطالما حاله صفريه بتتكون من ايه الصفريه؟ اف او وين مضارع بسيط، مضارع بسيط. يبقى انا هقول لك هنا will grow، will grow ولا grows؟ هتقول لي grows. طب الجمله الثانيه: if we water this plant لو احنا روينا النبته دي، الزرعه دي ده حاجه محدده، دي حاجه بتحدد. هي هنا حقيقه عامه ولا حقيقه محدده؟ الله يفتح عليك، حقيقه محدده، لان عندي this كلمه من ال6، وطالما حقيقه محدده تبقى حاله اولى، وطالما اولى اول، will والمصدر. grows ولا will grow؟ هتقول لي الله يفتح عليك will grow. اتمنى اكون فهمتها الحته دي عشان مهمه قوي. طب يا باشا حلو قوي، تعالى نخش كده على حاجه معينه وحاجه جميله جدا في حاله اف الاولى. انا عندي حاجه اسمها فعل الشرط وجواب الشرط. حاجه اسمها ايه؟ فعل الشرط وجواب الشرط. مستر يعني ايه فعل الشرط؟ يعني اذا توفر شرط معين هيحصل شرط تاني. مش فاهم؟ يعني لو الباب خبط، لو يعني اف، لو الباب خبط افتح الباب. طب بقول لك ايه، لو الموبايل رن ما تردش. طب ما تيجي كده لو اجتمعنا مع بعض يوم الاربعاء الجاي، لو اجتمعنا تعالى نخرج،
ده اقتراح. حضرتك عندك 3 صيغ في حته فعل الشرط وجواب الشرط، احفظهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باشا ركز معايا، لازم الخصها هنا، معلش حقك عليا، وركز معايا كده. انا دلوقتي هتكلم عن كلمه اسمها اف، وكلمه اف لو جه وراها فعل شرط دايما ثابت عندك اسمه مضارع بسيط. الناحيه التانيه هي اللي بتتغير يا قلب اخوك. طب ولما بتتغير بقى، قال لك لو جواب الشرط امر بنحطه مصدر على طول. لو جواب الشرط امر مصدر، امر مصدر. بالله عليك انت عمرك شفت، بلاش انجليزي، عمرك شفت عربي بقول لك انت افتح الباب؟ لو انا مثلا عايز امرك، انا اسف، فاقول لك ايه؟ افتح الباب على طول كده اهو. طب open the door. طب don't hang up the phone، ما تقفلش الموبايل. يبقى انا دلوقتي هتلاقيني بامرك او بنهيك بصيغه معينه، مش ببدا بالفعل. علشان كده الامر عندي مصدر. طب النهي عندي كلمتين، دونت مصدر، نهي دونت مصدر، نهي دونت مصدر. الاقتراح كم صيغه؟ 3. الاقتراح كم صيغه؟ 3. بنحفظهم كده. عندي صيغه اسمها ليتس، وكلمه ليتس بيجي وراها مصدر. طب وعندي صيغه اسمها هاد بيتر، وكلمه هاد بيتر بيجي وراها مصدر. وعندي كلمه اسمها وود راذر، وود راذر بيجي وراها مصدر. صلي عليه يشفع فيك. انا عندي حاجه اسمها فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط عندي ثابت دايما مضارع بسيط، جواب الشرط هو اللي بيتغير. طب بيتغير بمزاجي؟ لا. لو صيغه الجمله في جواب الشرط امر مصدر، امر مصدر، امر مصدر. نهي دونت مصدر، امر مصدر، نهي دونت مصدر، امر مصدر، نهي دونت مصدر. الاقتراح كم صيغه؟ 3. كم صيغه؟ 3. ليتس مصدر، هاد بيتر المصدر، وود راذر المصدر. صلي عليه يشفع فيك. السؤال هنا بيجي ازاي؟ عشان دي اهم حاجه عندي. هو لو اداك هنا مصدر، لو اداك في الجمله دي مصدر، انت هتحط له ايه؟ مضارع بسيط، يبقى حاله اولى. طب لو هو اداك مضارع بسيط والجمله الثانيه نهي، انت تحط له دونت مصدر. طب ولو اداك هو مضارع بسيط والجمله الثانيه اقتراح، تحط له يعني صيغه من الثلاثه، اي واحده من الثلاثه، الثلاثه صح. ليتس مصدر، هات بيتر مصدر، وود راذر مصدر. طب بيجي يسالني ساعات يا مستر على اللي بعد هات بيتر مصدر. بيجي يسالني يا مستر على اللي بعد ليتس مصدر. بيجي يسالني يا مستر على اللي بعد وود راذر مصدر. دي كل الاسئله اللي ممكن تجي لك في الحته دي. صلي عليه يشفع فيك وارجع لي البي دي اف بتاعي. هخش على حته مهمه واخر حته في الاولى. عندي كلمه اسمها وود، عندي كلمه اسمها وود، يفضل، يحب. طيب انا عندي كلمه اسمها وود لاف، او وود لايك، او وود بريفير. would love would like would prefer would love would like would prefer. هي الثلاث كلمات دول اول لما اشوفهم كنت انا وانت متعودين، ودي محمد بالله عليك قولها معايا. اول لما تشوف would love او would you like او would you love، عشان ساعات بتجيلك بصيغه السؤال انت بتنساها اصلا. فwould love would like would prefer، اول لما تشوف would مع كلمه من الثلاثه وقران ربنا مضارع بسيط، والله العظيم مضارع بسيط. اوعى لما تشوف وود تقول لي بس يا مستر ده انا عارف ان حاله اف الثانيه اللي لسه هاخدها دي فيها وود. حبيبي يا وود، وود لاف وود لايك وود بريفير مضارع بسيط، وود لاف وود لايك وود بريفير مضارع بسيط. اول لما اشوفها ساعتها اسال نفسي سؤال، هي دي بتعبر عن حقيقه ايه؟ عامه صفريه، محدده اولى، واشتغل مع جملتك عادي جدا. اللي بعدها دي اخر صيغه واهم ملحوظه عندي في حاله اف الاولى. طيب يبقى المضارع البسيط عندي اللي انا اصلا قاعد فرحان بيه ده يا باشا، بقول لك ان يمكن استخدام المضارع البسيط دايما في حالات اف الاولى، بس يمكن استبدال المضارع البسيط في حالتين او بزمانين. المضارع البسيط عندي ممكن يستبدل يا مستر؟ عادي ممكن يستبدل، بستبدله بزمانين اتنين، يا اما مضارع مستمر يا اما مضارع تام. السؤال بيجي ازاي؟ لقيت اف ولقيت بعد اف فاعل، فبصيت على الجمله الثانيه لقيتها ويل والمصدر، قلت لي دي حاله اولى، برافو عليك، ربنا ينور على بصيرتك. معرفش الدعاء ده يجوز ولا لا، بس المهم لقيت هناك حاله اف الاولى، خلاص قلت لي حاله اف الاولى. جيت ادور في الاختيارات يا مستر، انت محفظني ان المضارع البسيط مع المفرد بحط له اس او اي اس او اي اس، انما مع الجمع المصدر بس. جيت ادور على الكلام ده كله ما لقيتوش، على طول دايركت دماغك تفكر في اللي انا هقوله لك. اول لما ما تلاقيش مضارع بسيط تقول لي في زمانين ينفعوا، يا اما مضارع مستمر يا اما مضارع تام. طب بالعقل كده امتى مستمر وامتى تام؟ قال لك لو هنا في استمرار يبقى مضارع مستمر، لو الحدث ده تم وخلص يبقى مضارع تام. مش فاهم؟ خد لك جمله كده واحده بلدي بالعربي، انا ضيعت المحفظه بتاعتي.
لو انا ضيعت المحفظه مثلا، هو ضيعت المحفظه هنا، قاعد اضيع المحفظه، خلاص الدنيا فوق ساحت مني، قاعد اضيع المحفظه، حاجه مستمره خدت وقت استغرقت مده؟ لا طبعا. ضيعت يبقى تمت، وطالما تمت مضارع تام، ساعتها تحط مضارع تام. هو المضارع التام تكوينه يا مستر معلش عشان مش عارف، تكوينه هاف او هاز زائد التصريف الثالث زائد البي. هاف او هاز وبي، خلاص ده مضارع تام. طب المضارع المستمر يا مستر اي زمن مستمر في حاجه اسمها اي ان جي، يعني بجيب قبله ام او از او ار علشان يبقى ام واز وار واي ان جي مضارع مستمر. طب اديني واحده كده على المضارع المستمر يا مستر. لو انا بقعد اذاكر، لو انا باخد شاور، لو انا مش، بقول لك ايه، اي زمن هدولك دلوقتي في استمرار، في حاجه قاعده شغاله، وطالما قاعد شغال يبقى يا باشا ده حاجه مستمره، وطالما مستمر مضارع مستمر. حاله اف الاولى خلصت، فصلي عليه يشفع فيك. حلو البتاع ده، اللون اللي اتعمل ده حلو قوي. دخلت عندي على حاله اف الثانيه، وبعد ما تصلي على النبي انا عندي كلمه اف معناها لو، وحاله اف الثانيه زي اي حاله الحالات اف بس اهمهم عشان مليانه تفاصيل. يا ساتر يا رب. بسم الله. بص يا باشا، حاله اف الثانيه دي بتتكون من ايه؟ الاولى كنت بقولها مستر اولى اول والمصدر، انما حاله اف الثانيه دي قلب اخوك بقولها كده تانية تاني والمصدر. اولى اول والمصدر، تانية تاني والمصدر. طب ثانيه يا مستر، يعني ايه تانية تاني؟ انت قلت لي ان اولى اف الاولى بيجي وراها تصريف اول مضارع بسيط. طب تانية اللي هي اف التانية بيجي وراها حاجة اسمها تصريف تاني، والتصريف التاني عندي دايما 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 في الانجليش كده عندي حاجة اسمها باست سمبل، ده الزمن اللي هو الفي 2، التصريف التاني للفعل، لان هو حدث تاني تصريف تاني الماضي البسيط. طب يعني اف التانية بتتكون من ايه يا مستر؟ قال لك انا بجيب اف قلب اخوك، وبعد اف عندي ماضي بسيط، اف ماضي بسيط، الناحية التانية بحط ايه بقى؟ وود او كود او مايت والمصدر. حلو قوي. تاني، اف بجيب وراها ماضي بسيط، والناحيه التانيه بحط وود او كود او مايت والمصدر. فانا عايز احفظها عشان ما انساهاش، فانت تقول لي تاني تاني وود والمصدر، وود نبدلها بحاجتين كود او مايت والمصدر. يعني ايه تاني؟ يعني ماضي بسيط تصريف تاني. الماضي البسيط ده تكوينه يا مستر، قال لك انا بضيف للفيرب دي او اي دي او اي اي دي او الريجولار فيربس اللي هي الافعال الشاذه. ايه الافعال الشاذه يا مستر؟ شكل الكلمه كله بيتغير وشرحناه قبل كده يا قلب اخوك. الباسف مبني للمجهول، ببدأ بالمفعول بعده كلمتين ووز أو وير وبيبي. ببدأ بالمفعول وبعد المفعول ووز أو وير وبيبي. يبقى أنا عندي المضارع البسيط لو تفتكر ببدأ بالمفعول ام وإز وآر وبيبي. الماضي البسيط المفعول بتاعه ووز أو وير وبيبي. صليت على اللي يشفع فيك؟ تمام. هخش على حاجة اسمها نيجاتيف فورم، وده شكل النفي. بنفي الماضي البسيط بقى مستر didn't مصدر never ماضي بسيط، يبقى كلمتين هم didn't مصدر never ماضي بسيط. طب يا مستر هو شكل الباسف ما ينفعش يتنفي؟ لا طبعا يتنفي. طب هي ووز لما ينفيها تبقى ايه؟ جدع wasn't. طب وير لما ينفيها تبقى ايه؟ جدع weren't. يبقى انا wasn't او weren't خلاص انا عرفت ان انا اجيب منها النفي بنط، 3 حروف احطهم للنفي. طب يلا بقى خش لي على الاهم في المهم، حاله اف الثانيه بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن حدثين اتنين او بتعبر عن موقفين اتنين. حاجات مستحيلة، مواقف تخيلية. حالة اف التانية بتعبر عن ايه؟ حاجات مستحيلة، مواقف تخيلية. ايه الحاجة المستحيلة؟ انا جيت قلت لك والله لو انا كنت اطول كنت هنضم لفريق كرة السلة. كنت اطول مستر، هو انت ينفع تبقى اطول دلوقتي؟ لا دي حاجة مستحيلة. طب خد واحدة تانية مستحيلة، لو انا معايا $1,000,000 هجيب طيارة خاصة. يا مستر انت عمرك هيبقى معاك $1,000,000؟ قلت لك لا. عمرك هتجيب طياره خاصه؟ قلت لك لا. دي حاجه مستحيله يا ابني، ده موقف تخيلي يا عم انا بتخيل. فدي تبقى حاله اف تانية على طول، اللي هي بتتكون من تانية تاني وضو المصدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طالما بقى بتتكون من تانية تاني وضو المصدر، قال لك انا عندي كلمه اسمها وير. ملحوظه دي مهمه قوي يا اخواتي. عندي كلمه اسمها وير. مستر وير بتاتي مع المفرد، وير بتاتي مع المفرد، وير بتاتي مع ايه ده مستر؟ ثانيه. ده وير انا عارفها بتيجي مع الجمع، they were we were، ده اللي انا اعرفه. ازاي وير هنا بتاتي مع المفرد؟ قال لك يا قلب اخوك هي وير في حاله اف الثانيه تيجي مع المفرد في حالتين، النصيحه والتخيل. وير بتيجي مع المفرد في حالتين، النصيحه والتخيل. يعني لما اجي اقول لك كده بسم الله الرحمن الرحيم،
if I المفروض احط ووز. لا يا باشا if I wear you if I wear you I not. طب يا باشا دلوقتي انا عايز اعرف انا هجاوب الحاله دي ازاي. قال لك ان انا عندي كلمه وير. تمام. هي كلمه وير اصلا بتعبر عن زمن ايه؟ جدع 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 جدع، عن زمن اسمه باست، ماضي. طب وطالما بتعبر عن الماضي يبقى دي حاله اولى ولا صفريه ولا تانية؟ جدع، دي حاله تانية. اللي هي بتتكون من ايه بقى؟ تانية تاني وود والمصدر. يبقى انا عايز كلمه وود وايا كان المصدر. فهو بيقول له if I were you، لو انا مكانك I would study hard مثلا، انا هذاكر كويس. انا هنا بتخيل نفسي مكانه. ووير بتيجي مع المفرد في حالتين، النصيحه والتخيل. مستر اديني واحده كمان عينيا. if he not taller he would join to our team to our basketball team. بقى خلاص انا مش فارقه لي باقي الجمله، هي would والمصدر. انا بصيت على الجمله الثانيه لقيتها would والمصدر. هي دي حاله كام يا مستر؟ الصفريه اولى اول، الصفريه مضارع بسيط مضارع بسيط. الاولى اولى اول وول والمصدر. طب الثانيه ثانيه تاني وود والمصدر، تبقى حاله ثانيه بتتكون من اف بيجي وراها ماضي بسيط. طب صليت على النبي، لقيته في الاختيارات بيقول لك از ولا ار ولا كلمه اسمها وير. مستر هي ينفع تاخد وير؟ قلب اخوك، وير بتاتي مع المفرد في حالتين، النصيحه والتخيل. فانا بقول لك هنا انا بتخيل لو هو كان اطول كان هينضم لفريق كره السله. تخيل imagination. اذا خلاص دي حاله اف الثانيه، ثانيه تاني وضوء المصدر. ارجع للبي دي اف بتاعك يا ريس. اهم ملحوظتين عندي في حالات اف الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الملحوظه الاولانيه بقول لك ايه يا ريس؟ بقول لك ان انا عندي شويه افعال كده يعني جمال قوي ولذاذ قوي. عندي تصريفهم الاولاني اللي هو المضارع البسيط هو نفس الشكل تصريفهم الثاني الماضي البسيط. يعني مثلا زي فيرب ريد ده، ريد معناه يقرا. قال لك ريد مضارع الشكل الماضي بتاعها ريد برضو. طب انا طالما ريد مضارع وريد ماضي اعرف منين اذا كانت دي حاله اولى ولا اذا كان دي حاله تانية؟ قال لك يا قلب اخوك حاجه واحده هتفرق لك، الا وهي الفاعل المفرد. الفاعل الايه؟ المفرد. طب ايه الافعال مثلا زي ايه؟ زي كلمه بوت معناها يضع، زي كلمه كوت او هيت او شوت، او كمان ريد. بوت وكوت هيت وشوت وكمان ريد. طب تعالى بقى ناخد جملتين عشان كمان لما ترجع تسمع عن نفسك تبقى انت فاهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب تعالى قلب اخوك كده اديك جملتين على حته الافعال اللي هي شكلها في المضارع هو في الماضي، بس اللي هيفرق لي حاجه اسمها الفعل المفرد. وتعالى افهمك يعني ايه اللي هيفرق لي الفعل المفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. يجي الجمله يقول لك كده مثلا if he reads books. if he read books او if he reads books he not. ماشي. الجمله الثانيه if he read books او more books بقى he not. بعد ما تصلي على النبي انا دلوقتي عايز افهم هي دي انهي حاله من حالات اف وليه. انا عندي جملتين، الاولانيه هحللها معاك. if he reads ده اس. حلو. ايه الزمن اللي بيضاف مع الفعل المفرد اس او اي اس او اي اس؟ قلت لي ده present simple، ده مضارع بسيط. وطالما مضارع بسيط تعال نقول ان دي حاله اولى مثلا بتتكون من ايه بقى؟ ما انا عندي صفريه اولى. تعال نقول ان دي اولى، اولى اول ويل والمصدر، فانا هحط ويل جين. حلو. طب حاله او الجمله الثانيه، تعالى كده في الجمله الثانيه if he read. يا مستر ثانيه انت كتبتها غلط، انت المفروض تكتب اس. لا يا قلب اخوك، هي كلمه ريد هنا كده صح، if he read. فانت تسالني سؤال يا مستر ازاي؟ ما انت قلت لي مع المضارع البسيط بحط اس او اي اس، فالمفروض هنا ريدز. قلت لك جدع، بس كلمه ريد هنا مش مضارع، ده كلمه ريد هنا دي تصريف تاني، ده ماضي بسيط. وطالما ماضي بسيط يبقى حاله تانيه، وطالما حاله تانيه بقولها ازاي بقى؟ تانيه تاني وود والمصدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لك ان انا عندي شويه افعال شكلها في المضارع هو تصريفها في الماضي، اللي هيفرق لك حاجه اسمها الفعل المفرد. قصدك تقول لي يا مستر ان الفعل المفرد لو معاه الفعل مش مضاف له حاجه ده انا اقول عليه ماضي بسيط على طول، فالناحيه الثانيه وضوء المصدر. خش لي على البي دي اف بتاعك يا باشا تاني. طيب انا دلوقتي عندي دي اهم ملحوظه عندي زي ما قلت لك، حالات حذف اف الثانيه. حالات حذف اف الثانيه. انا هكتب كام جمله، وبعد ما اكتب كام جمله اسمع لك القاعده نرجع نحل كام جمله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول جمله لقيته بيقول لك ايه؟ نقط she told she would join to the team. الجمله الثانيه بيقول لك ايه؟ نقط he
to pass the exam. He would study hard. الجملة الثالثة بيقول لك نقط he would study hard. الجملة الرابعة بيقول لك نقط I would study hard. صلي بقى على النبي كده وتعالى كده نحلل الاربع جمل دول ونفهم احنا عايزين نجاوبهم ازاي. اولا انا دلوقتي عندي جمله وبيسالني على الرابط. ايه يا مستر الرابط؟ زي اف، زي وين، زي انلس، زي ايا كان الرابط اللي عندك. حلو قوي. طب انا الروابط اللي عندي دي دلوقتي بتحكمني بالقاعده. يعني انا المفروض علشان احط كلمه زي كلمه اف لازم يبقى وراها لو مثلا حاله ثانيه ماضي بسيط. فانت هتسالني سؤال، هي كلمه شي فاعل وكلمه تول صفه، هو ده ماضي بسيط؟ لا. وطالما لا ما ينفعش تحط اف. تاني، يعني لازم يوجد اف توجد ماضي بسيط، يوجد ماضي بسيط يوجد اف. ده من غير ده ما ينفعش، ده من غير ده ما ينفعش. فاول لما تلاقي نفسك بتقول لنفسك كده ده انا ما لقيتش ماضي بسيط والجمله هنا وود والمصدر يعني حاله تانية، ترجع لي للبي دي اف بتاعك وتقول لي ده انا كان عندي حاجه اسمها حالات حذف اف التانية، ودي تتحفظ. بقولها ازاي بقى انا واخواتي؟ وير فاعل الصفه، وير فاعل تو المصدر، هاد فاعل الاسم. مره كمان، بدائل حاله اف التانية، حالات حذف اف التانية. بقولها ازاي؟ وير فاعل الصفه، وير فاعل تو المصدر، هاد فاعل الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع كده معايا للبي دي اف او للاسئله اللي انا عملتها. اول سؤال يقول لك ايه؟ not she told she would join to the team. انا عندي كلمه she فاعل subject، وعندي كلمه told adjective دي عباره عن صفه. طب حلو، ده انا كان عندي حاجه اسمها حالات حذف اف الثانيه، نقط فاعل الصفه. كنت بقولها ازاي بقى؟ وير فاعل الصفه، عشان كده احط كلمه اسمها وير. وير شي تول يا مستر هنا معناها ايه؟ لو هي كانت طويله، نفس معنى حالات اف. الجمله الثانيه، وير فاعل الصفة، وير فاعل تو المصدر، هات فاعل الاسم. بصيت على الجملة التانية لقيت وود ستادي، وود والمصدر، يبقى دي حالة تانية. وطالما حالة تانية المفروض احط اف يا مستر. برافو عليك، احلى صفر على عيونك. بصيت على الجملة لقيت فاعل سبجكت هي، بعد كده تو والمصدر. هو هنا في ماضي بسيط؟ قلت لي لا. قلت لك وطالما في مفيش ماضي بسيط ينفع تحط اف؟ قلت لي لا. يبقى دي دايركت حاله اسمها حالات حذف اف الثانيه اللي لازم اسمعها كلها. وير فاعل الصفه، وير فاعل تو المصدر، هات فاعل الاسم. هجرب كل واحده. مش ده فاعل؟ قلت لي ودي كلمه تو؟ قلت لي جه وراها باس، ده مصدر. يبقى ده فاعل تو المصدر، وير فاعل الصفه. مش دي وير فاعل تو المصدر، عشان كده اخترت وير. الجمله الثالثه، he will study hard. تايم، هي تايم دي عباره عن ناون، عباره عن اسم، وهي ده سبجكت يعني فاعل. طب اللهم صل على سيدنا محمد، ينفع احط اف؟ لا. ليه؟ علشان ما فيش ماضي بسيط. تمام. طب ينفع احط وير؟ جرب كده. هي وير فاعل الصفه، هي دي صفه؟ لا مش دي. وير فاعل تو المصدر، دي مش تو المصدر. هات فاعل الاسم. ده هات فاعل الاسم، هات بمعنى امتلك. فهنا لو كان معاه وقت، لو امتلك وقت كان هيذاكر. عشان كده اختار كلمه اسمها هاد. طب بص بقى الاخيره، قال لك ملحوظه. ايه الملحوظه يا ريس؟ قال لك انا ممكن اشيل كلمه هاد واستبدلها بكلمه وير مع الاسم. ايه يا مستر ده؟ ما انت قلت لي هاد فعل الاسم. جدع، بس ممكن اشيل هاد واحط كلمه اسمها وير. ايه اللي هيفرق لك يا مستر؟ هاد معناها امتلكه، انما وير معناها تخيل ان. بص لي الجمله الاخيره كده، نقط I will study hard. هاد I ينفع اقول لك لو انا امتلكك؟ ايه العبط ده؟ ولا لو انا مكانك بتخيل نفسي مكانك؟ هتقول لي بتخيل. جدع، وطالما بتخيل هاد ولا وير؟ وير. اتمنى من ربنا اكون فهمت دي، علشان قسما بالله من اهم القواعد في حاله اف الثانيه، ومش بعيد يجيب لك واحده منها في الامتحان. فصلي عليه يشفع فيك وتعالى خش معايا عن اخر حاله من حالات اف، الا وهي حاله اف الثالثه. حاله اف الثالثه يعني فيها ثالثه. يعني ايه ثالثه؟ يعني تصريف ثالث. حاله اف الثالثه يعني فيها ثالثه. يعني ايه ثالثه؟ يعني تصريف ثالث. يا مستر لازم يكون في تكوين حاجه اسمها بي. لازم يا مستر في التكوين حاجه اسمها بي. بتتكون من ايه يا مستر؟ قال لك اف بيجي وراها فاعل هاد وبي، الناحيه الثانيه وود هاف وبي. فاعل هاد وبي، وود هاف وبي. ودي معناها تفيد الندم. لو انت ندمان على حاجه، ما انا لو كنت ذاكرت كنت نجحت. ما انا لو كنت حفظت كلمات كان بالنسبه لي الانجليزي سهل.
انا هنا ندمان على حاجه المفروض كنت اعملها ما عملتهاش، ما يخصكش فيها ندم. طب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لحد هنا انت ده اعدادي، اللي هي حاله اف بتكوينها واستخدامها. النقطه دي اهم نقطه عندك في حاله اف الثالثه، الا وهي حاله حذف اف الثالثه. طب حاله حذف اف الثالثه دي بتتكون من ايه بقى؟ قال لك هاد فاعل ببي. تتكون من ايه؟ هاد فاعل ببي. يا مستر فين اف؟ قال لك ما انا شلت اف وشلت اللي بعدها وكونت هاد فاعل ببي. خد جمله عشان تبقى فاهم، صلي على النبي الاول. جيت لقيت الجمله بتاعتك بيقول لك ايه؟ نقط he won the match. خلاص؟ والجمله الثانيه he would have trained hard. طب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لقيت في الاختيارات اف، لقيت في الاختيارات هاد، لقيت في الاختيارات وير. تعالى صلي عليه يشفع فيك. انا بعرف اجاوب حالات اف منين يا ريس؟ ببص على الجمله الثانيه ومش هتعب نفسي. لقيت كلمه اسمها ابوستروف دي اللي هي وود، وكلمه هاف، وكلمه اسمها تريند الا وهي دي بي بي. وطالما شفت بي بي يعني تصريف ثالث، وطالما تصريف ثالث يعني حاله ثالثه. طب حلو. حاله اف الثالثه كانت بتتكون من فاعل هاد وبي بي. بصيت على الجمله اللي عندك، ده فاعل حلو بس ما جاش هاد وبي بي. ينفع احط اف؟ لا لا يا مستر، ما طالما ما فيش هاد وبيبي يبقى ما فيش اف، وطالما ما فيش اف يبقى ما فيش هاد وبيبي. صليت على النبي؟ تمام قوي. طب يبقى انا دايركت كده اروح لحاله حذف اف الثالثه الا وهي هاد فاعل بيبي. دي كلمه ون هنا عباره عن التصريف ثالث من كلمه ون، وهي فاعل. اذا انا هختار حاجه اسمها هاد فاعل ببي. يبقى انا عندي هاد هي وين. لو هو كان كسب الماتش كان زمانه اتمرن، او زمانه كان فرحان، او ايا كان باقي الجمله، انا عندي تفيد الندم. مفيش مشكله في حاله اف الثالثه. فتعالى نخش كده على اهم ملحوظه عندي برضو. انا عندي كلمه اسمها هاد وكلمه اسمها وود هاف. يا مستر ثانيه، قصدك تقول لي ان دي حاله ثالثه؟ لا لا يا قلب اخوك، لا يا محترم يا ابن المحترمين. اول لما تيجي عند هاد وتيجي عند وود هاف اقف وقفه كده الله يرضى عليك. يا هاد، يا هاد انت بعدك ببي؟ قالت لك لا، خلاص انت مش ثالثه انت ثانيه. تاني. يا هاد انت بعدك ببي، بعدك تصريف ثالث؟ قالت لك لا، تبقى مش ثالثه تبقى ثانيه. فبيجي يقول لك في الملحوظه ان هاد والاسم، هاد والمصدر حاله ثانيه. يا هاد بعدك ببي؟ لا، تبقي حاله ثانيه. نفس الكلمه مع وود هاف، تعال اقف عندها سلم عليه. يا وود هاف انت بعدك ببي؟ لا، تبقى مش ثالثه تبقى ثانيه. وطالما ثانيه ارجع لسمع نفسك حلقه اف الثانيه بتتكون من ايه. اخر حاجه عندي ممكن اديها لك هنا، سيبك من الكلمه دي علشان غلط كده مكتوبه غلط. انا عندي بديله حاله اف الثانيه وبديله حاله اف الثانيه. هي الجمله دي معناها يا مستر اللي انا لسه اخدها معناها لولا او بدون. الجمله دي معناها يا مستر معناها لولا او بدون. التعامل فيها بيجي ازاي يا مستر؟ بيجي فيها بالفهم وبالحفظ. فصلى عليه يشفع فيك. انا عايز هنا الحاجتين. اول جمله if it weren't for، if it weren't for، if it weren't for. ليه يا مستر انت علقت ولا ايه؟ لان انا عايزك تحفظ الثلاث كلمات. it weren't for، it weren't for هي كلمه وير بتيجي مع المفرد في حالتين النصيحه والتخيل. هي دي حاله كام؟ جدع، حاله تانية. كانت بتتكون من ايه؟ تانية تاني، عشان كده حطيت هناك دي مش وود والاي ان جي، دي وود والمصدر. تانية تاني وود والمصدر مع حاله اف التانية. فانا لازم ابقى حافظ اف ات ورنت فور. ايه اف ات ورنت فور؟ طب كلمه فور بيجي وراها يا مستر؟ قال لك بيجي وراها اي ان جي او نون. السؤال بيجي ازاي؟ اف ات نقط فور، فانت تقول له ويرنت. ده اول سؤال. اف ات ورنت نقط، فانت تقول له فور. ده تاني سؤال. التالت اف ات ورنت فور نقط، فانت تقول له بعد فور بيجي اي ان جي. مش ده كله جه. اف ات ورنت فور والاي ان جي ده كله جابهولك وسالك على الجمله الثانيه. هي دي حاله كام يا قلب اخوك؟ حاله ثانيه، يبقى تحط الناحيه الثانيه وود والمصدر. بص كام سؤال على الحته دي، فلازم تعملها زي ما انا بقولها كده. حاله اف الثالثه دي كان بديله حاله اف الثانيه معناها لولا او بدون. فمثلا انا اديك جمله if it weren't for his father، من غير ابوه he wouldn't get the job، هو ما كانش هيحصل على وظيفه، ما كانش هياخد الوظيفه. الجمله الثانيه بقول لك حاله اف الثالثه بديلتها if it hadn't been for والاي ان جي او noun، والناحيه الثانيه would have وبي. طب كلمه had بيجي تصريفها hadn't، وبيجي وراها been، وبيجي وراها for، وفور بيجي وراها اي ان جي او noun. السؤال هيجي فيها ازاي؟ if it not been for، فانت تقول له hadn't. اول سؤال. if it hadn't نقط، فانت تقول له been. تاني سؤال. if it hadn't been نقط، فانت تقول له for. تالت سؤال. if it hadn't
بين 4 نقط، فانت تقول له اي ان جي، ده رابع سؤال. ممكن ما يجيلكش في ده كله، يديك الجمله دي كلها ويسالك على الجمله الثانيه، فانت تقول له وود هاف وبيبي، ده خامس سؤال. كده يبقى احنا خلصنا حالات اف بكل تفاصيلها ان شاء الله. في تفصيله حلوه جدا جدا في حته شود مع حاله اف الاولى، هديها لك مع الحل علشان عايزك تبقى فاهمها في الحل. اتمنى من ربنا تكون اتبسطت بحته شرح حالات اف. تعالى كده عشان ما اضيعلكش وقتك نخش على يونت 8، وهناخد حاجه اسمها necessity and lack of necessity، الضروره والالزام او النقص في الضروره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خد لك يا باشا دقيقه كده وتعالى معايا تاني. تعالى بقى حبيب اخوك كده بعد البريك الجميل بتاعك نخش على يونت 8، الا وهو اللي بيتكلم عن حاجه اسمها necessity and lack of necessity. ويعني ايه necessity وليك اوف necessity؟ يعني الضروره والالزام او نقص الضروره والالزام. طب صليت على النبي. الصيغ اللي انا هكتبها دلوقتي انا عايزك تعرف كل صيغه يعني ايه بالعربي وتعرف استخداماتها. عرفتها كان الموضوع بالنسبه لك بسيط قوي. يعني بعد ما تصلي عليه يشفع فيك، انا عندي صيغه اسمها ماست. ايه ماست دي؟ قال لك انا ماست دي معناها يجب من جوه، وما تتكسفش انك تقول كده. يجب من جوه يعني الزام داخلي، حاجه اسمها inner obligation. الانر obligation الا وهو الالزام الداخلي. حضرتك انا بلزم نفسي. يعني ايه بلزم نفسي يا مستر؟ يعني باجي اقول لك والله ده انا عيد ميلاد والدتي جه، تفتكر حد هيجي يقول لي هات لوالدتك هديه ولا انا اقول لنفسي؟ هتقول لي جدع انا اللي اقول لنفسي. اي ماست باي ماي ماما بريزنت، انا لازم اشتري لوالدتي هديه. انا هنا الزام داخلي تقول لي ماست. طب تعالى بقى نشوف يا ماست دي تكوينها ايه، استخداماتها ايه. اول حاجه تعالى نقول استخدامات ماست. قال لك انا بستخدمها في 4 حالات. حاجه اسمها دعوه حره. ويعني ايه دعوه حره؟ يعني ورم انفيتيشن. حاجه اسمها نصيحه قويه. يعني ايه نصيحه قويه؟ يعني سترونج ادفايس. عندي حاجه اسمها الزام داخلي انر اوبليجيشن. وعندي حاجه اسمها قانون عام الجنرال لو اور رول، القانون العام او القاعده العامه على الناس كلها. طب صليت على النبي. يبقى انا عندي 4 استخدامات لكلمه ماست: دعوه حره، نصيحه قويه، الزام داخلي، قانون عام. يعني ايه دعوه حره؟ واحده واحده بقى. الدعوه الحره جايه انا اعزم واحد صاحبي كده، اقول له بقول لك ايه، انت لازم تيجي حفله عيد ميلادي. هو انا هنا بعزمه عزومه في المراكبيه ولا عزومه بجد؟ لا عزومه بجد. فاقول له يو ماست كم، خلاص انت لازم تيجي باشا انا بعزمه. طب النصيحه قويه باينه من اسمها يو ماست ستادي هارد، انت لازم تذاكر. طب الالزام الداخلي زي ما لسه قايلها لك، القانون العام ركز فيه عشان مهم قوي. القانون العام يا قلب اخوك، انا بتكلم مثلا عن ناس اسمهم الدرايفرز اللي هم السائقون. السائقون يا باشا يجب ان هم يرتدوا حزام الامان. هو انا هنا حددت سائق بعينه؟ قلت لي لا. وطالما لا انا بتكلم على السائقون كلهم وعممت القانون يبقى قانون عام، وطالما قانون عام يعني ماست. طب ايه بقى ماست دي؟ شكلها عامل ازاي؟ صلي عليه يشفع فيك. الشكل بتاعي يا عم شكل اكتف وشكل باسف. الاكتف مبني للمعلوم ببدا بالفاعل، الباسف مبني للمجهول، الله ينور عليك، ببدا بالمفعول. حلو. طب ماست بقولها ازاي؟ ادي فاعل ماست ومصدر، 3 كلمات اسمهم ايه؟ فاعل ماست ومصدر. طب الشكل التاني الباسف المبني للمجهول، ببدا الله ينور عليك مفعول. طب وبعد المفعول مفعول ماست بي وبيبي. ايه البيبي؟ تصريف تالت. يبقى بعد ما صليت على النبي، ماست ليها شكل ولا شكلين يا مستر؟ شكلين، فاعل ماست ومصدر، مفعول ماست بي وبيبي. وعرفت استخداماتها وعرفت كل حاجه عن ماست. طب بعد ما صليت عليه يشفع فيك يا باشا، قال لك انا عندي حاجه اسمها السؤال في ماست. تاني كده، عندي حاجه اسمها السؤال في ماست. ايه السؤال في ماست دي؟ يعني انا ممكن يا مستر اسال بكلمه ماست. تعالى كده، انا في السؤال كنت بعمل حاجه اسمها مقص. بعمل حاجه اسمها مقص بتاعت اعدادي. ما تتكسفش. طب ايه المقص ده؟ يعني بدات بماست، وبعد ماست بخليت الفاعل، وبعد الفاعل خليت المصدر، فبقى ماست فاعل مصدر. ايه ده؟ هو انا ممكن استخدم الصيغه دي؟ بتستخدمها للتعبير عن حاجه اسمها الضيق او الغضب. للتعبير عن الضيق او الغضب. حضرتك متضايق من حد، غضبان من حد، باشا قدامك واحده مجنونه عايزه تلبس فستان ابيض في جنازه، تقول لها ايه؟ must you wear a white dress for the funeral؟ هو انت ينفع يا متخلفه ترتدي فستان ابيض في الجنازه؟ طبعا انا هنا يا جماعه متضايق او غضبان بستخدم must فعل مصدر صيغه السؤال. طيب انا عندي حاجه اسمها بدائل ماست. ايه بدائل ماست؟ واصلا طالما ماست معناها يجب من جوه، يبقى بدائل ماست معناها ايه؟ جدع، معناها يجب او من الضروري ان. بس انا عايز اقول لك ان هي يجب. طب يا بدائل ماست دي يا مستر انا بتعامل معاها ازاي؟ قال لك قلب اخوك انا بتعامل معاها بالحفظ عشان اعرفك الاسئله اللي بتيجي عليها. بس انا بحفظها انا واخواتي كده. عندي 3 اشكال لبدائل ماست، فبقولها كده: بدائل ماست اتس ا ماست، بدائل ماست اتس ا ماست. يبقى اول شكل عندك اتس ا ماست. وتعالى افهمه. هو الاداة عبارة عن ارتكل، عبارة عن حاجة اسمها اداة وبيجي وراها ناون، فهنا من الوجوب، من الضرورة،
من الضروري ان. خلصت؟ فاتس ا ماست. طب اتس ا ماست بيجي وراها ايه؟ قال لك بيجي وراها تو المصدر، انما ماست بيجي وراها مصدر، انما اتس ا ماست تو المصدر. تاني ها، ماست مصدر، اتس ا ماست تو المصدر. مهمه جدا. طب خد الثانيه، عندي كلمه اسمها اتس ا. اتس ا اتس ا علقت؟ لا كمل معايا. اتس ا نيسيسيتي تو المصدر. اتس ا نيسيسيتي تو المصدر، معناها برضو من الضروري ان. طب انا عايز دلوقتي اعرف، بص الكلمه الثالثه اتس نيسيسري. الثالثه اسمها ايه؟ اتس نيسيسري. ثانيه يا مستر كده عشان لاحظت حاجه. انا عندي نيسيسيتي وعندي نيسيسري، ممكن يسالني عليها؟ طبعا ممكن. نيسيسيتي بتاخد ايه، نيسيسري ما بتاخدش ايه. طب انا دلوقتي عايز اعرفها او عايز اعلمها بحاجه. انا بقول لك ان كلمه الا او الارتكل بتاع الا ده بيعشق التي. الا بيحب التي، الا بيحب التي. فلما اجي اقول لك اتس ا نقط، تقول لي نيسيسري ولا نيسيسيتي؟ جدع نيسيسيتي، علشان الا دايما بتيجي مع التي يا مستر. طب الثلاثه بيجوا وراهم ايه؟ بيجوا وراهم طول مصدر. صلينا على النبي. انا كده بالنسبه لي ماست وبدائلها خلصوا. تعالى خش معايا على صيغه مهمه جدا 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 وبيجي فيها اسئله كتير قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باشا انا عايز اتكلم عن صيغه اسمها ماسنت. قلت لي لا يجب. غلط يا ابني. انا مش عايزك تترجمها لا يجب، هي مكتوب عندك لا يجب جدع، بس مش عايزك تترجمها لا يجب. انا عايزك تترجمها ثلاث كلمات. ماسنت معناها ممنوع، محظور، وكمان ضد القانون. ماسنت معناها ايه؟ ممنوع، محظور، وكمان ضد القانون. يبقى لو جيت ترجمتها لي يعني قلت لي ماسنت دي لا يجب، هشتمك. يا اما ممنوع يا اما محظور يا اما ضد القانون. طب صلي على النبي بقى. انا عايز اعرف شكل ماسنت. بالله عليك، هي ماست حطيت لها نط بقت ماسنت، يبقى شكلها يختلف عن ماست؟ لا. انت كنت بتقول لي ماست فاعل ماست ومصدر مفعول ماست بي وببي، يلا حط نط. هتبقى فاعل ماسنت مصدر مفعول ماسنت بي وببي. ما عملتش اي حاجه غير اني حطيت نط، فمش عايز احفظه. خلاص كده؟ طب حلو. هنا معناها ممنوع، معناها محظور، معناها ضد القانون. طب يا مستر الاسئله بتيجي فيها ازاي؟ قال لك يا قلب اخوك على كلمه ماسنت عندي شويه كلمات داله، والكلمات الداله لو جابها لك حط ماسنت، ولو سالك على اللي بعدها تعال اعرفك اللي بعدها ايه. ايه الكلمات الداله على ماسنت؟ انا عندي كلمه اسمها فوربيدن. كلمه اسمها فوربيدن. اسمها ايه؟ فوربيدن. يعني ايه فوربيدن؟ ممنوع. وعندي كلمه اسمها باند. يعني ايه باند؟ يعني محظور. انت خدت باند من الفيسبوك، خدت حظر. عندي كلمه اسمها بروهيبتد. فوربيدن وباند بروهيبتد. بالله عليك خليك لازق كده وغني معايا. اسمها ايه بقى؟ فوربيدن وباند بروهيبتد. التلاته ممنوع، معناهم محظور. بيجي وراهم ايه ده؟ قال لك بيجي وراهم تو المصدر. اول شكل وراهم تو المصدر، يا اما فروم والاي ان جي. فوربيدن وباند بروهيبتد فروم واي ان جي. طب حلو. ثلاثة معناهم ممنوع. مستر السؤال ممكن يجي ازاي؟ اعرفك واحنا بنحل. يجي يقول لك مثلا اتس فوربيدن فانت تحط له ماسنت. ده اول سؤال. تاني سؤال يسالك على اللي بعد فوربيدن فانت تحط له تو مصدر او فروم واي ان جي. الله ينور عليك. خش معايا بعد كده على كلمتين بالنوت. ايه يا مستر كلمتين بالنوت؟ not allowed, not permitted او not permitted, not allowed. تعال افهم يعني ايه كلمة permitted. permitted يعني مسموح، جاية من كلمة permission الا وهو الاذن. allowed يعني مسموح، حطيت لها not بقت غير مسموح. وطالما not permitted not allowed غير مسموح، must ولا mustn't؟ قد الدنيا mustn't. طب دول بيجي وراهم يا مستر؟ قال لك بيجي وراهم يا قلب اخوك حاجه اسمها تو الانفينيتيف، تو المصدر. طب انا عندي كلمه اسمها against the law. ايه against؟ ضد. the law الا وهو القانون، ضد القانون. الحاجه اللي ضد القانون دايما mustn't. طب عندي كلمه اسمها illegal. illegal هنا بقى معناها ايه؟ معناها غير قانوني، لان كلمه legal معناها قانوني، illegal معناها غير قانوني. طب دي بيجي وراها يا باشا؟ بيجي وراها تو المصدر. بقه قهوه. يا ساتر يا رب. يبقى انا دلوقتي بكلمك عن 7 كلمات بمعنى ممنوع. ايه ال7 دول يا عم عرفه؟ اهو forbidden وباند prohibited. 2 بالنوت. not permitted, not allowed, against the law والليجل. ال7 بيجي وراهم تو المصدر ما عدا 3. forbidden وباند prohibited from واي ان جي. احفظ معايا يا قلب اخوك عشان الحفظ مع الفهم ان شاء الله يثبت لك القاعده. انا خلصت يعني قاعده جميله قوي اسمها ماست وماسنت. هي ماست معناها ايه؟ يجب من جوه، الزام داخلي. ماسنت معناها ايه؟ ممنوع، محظور، ضد القانون. وانت بتترجم في الامتحان بترجم زي ما انا بقول لك.
طيب الصيغه اللي عندي دي صيغه جامده قوي قوي قوي، الا وهي هاف تو وهاز تو. تاني هاف تو وهاز تو، هاف تو وهاز تو. معناها الزام، معناها الزام. ثانيه نمسح، ثانيه نمسح. يا ساتر يا رب. معناها الزام خارجي، معناها الزام خارجي. اما تتعبوناش بقى. ادي الزام. لا مش حلو القلم ده، القلم اللي بعد كده. ادي الزام جدع خارجي. يعني ايه الزام خارجي يا عم؟ بقول لك ان الالزام الخارجي كده بيجي يقول لك كده جمله جميله قوي. an obligation comes from outside. ده الزام جاي من بره. يعني ايه الزام خارجي؟ يعني حد بيفرض عليك حاجه، انت المفروض يلا تعمل كذا، يلا انت لازم تعمل كذا يلا دلوقتي. انا هنا بلزمك، انا هنا بفرض عليك حاجه. نقفل الدرج. طب صليت على النبي. شكل الالزام الخارجي يا مستر شكل ولا شكلين؟ شكلين مش اكتف وبس، في شكلين. انا عايزك تبقى حافظهم الشكلين، بمعنى انت لازم عليك من بره اهو، لازم عليك، المفروض عليك تعمل كذا. الصيغه الاولانيه هاف تو هاز تو، ودي بيجي وراها مصدر. الصيغه الاولانيه هاف تو هاز تو. هي كلمه هاف يا مستر مع فاعل جمع، انما كلمه هاز مع فاعل مفرد. صليت على النبي وكملت. انا عندي صيغه تانية اللي هي ايه بقى؟ هاف جت تو المصدر، هاز جت تو المصدر، هاف جت تو المصدر، هاز جت تو المصدر. باشا انا بكلمك عن قاعده اسمها انت لازم عليك، احنا فوقنا قاعده اسمها انت لازم عليك، وطالما انت لازم عليك تقول لي صيغتين: هاف تو هاز تو، يا اما هاف جت تو المصدر، هاز جت تو المصدر. تمام يا مستر؟ لازم عليك دلوقتي، انا بلزمك دلوقتي في المضارع بعد ما تصلي على النبي. طب انا عايز اقول انت مش، انت ايه؟ انت مش لازم عليك، يعني انت مش المفروض عليك. طب لما اجي اقول لك بقى انت مش لازم عليك دي، قال لك انا عايز انفي. طب انا دلوقتي عايز العبها الاول فهم، بعد كده احفظها بعد اذنك. مش انا عندي شكلين فوق؟ هاف تو هاز تو او هاف جت تو هاز جت تو. جدع. انا بسمي هاف تو هاز تو فعل عادي. دي طريقه كده بتاعت اخوك الله يرضى عليك، يعني معلش مشيها معايا كده. هاف تو فعل عادي اللي هي هاف تو هاز تو والمصدر. طب هاف جت تو وهاز جت تو ده فعل مساعد. طب طالما ده فعل عادي وده فعل مساعد، اشتغلها ازاي؟ صلي على النبي يا باشا. قال لك انا المضارع البسيط كنت بنفيه بثلاث كلمات لو تفتكر: دونت مصدر، دازنت مصدر، نيفر مضارع بسيط. انا عايز اقول اتنين. انا عايز كلمه اسمها دونت، كلمه اسمها دازنت. مش حلوه. كلمه اسمها دونت، كلمه اسمها دازنت. طب هي دونت ودازنت بيسالني على اللي بعدها، هسالك وترد عليا. هاز تو؟ لا، دونت ودازنت بعدهم مصدر، والمصدر عندي دايما هاف تو المصدر. طب بص، يا احنا لسه سايبين حالات اف زي ما هي. he doesn't not study on his holiday. صليت على النبي. انا عايز اقول هو مش لازم عليه يذاكر في اجازته خلاص. فاجي يقول لك العبيط يقول لك ايه؟ هاز تو ولا هاف تو ولا ماست ولا مش فارقه لي. صلى عليه يشفع فيك. انا عندي كلمه اسمها doesn't، وانا بحدد في الجمله قلب اخوك بحدد انا عايز احط كلمه يجب داخليا، يجب من الداخل، يجب من جوه، لا مش ماست. طب هنا عايز احط ممنوع، لا 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 لا. ولا عايز احط انت مش لازم عليك تذاكر في الاجازه، او هو مش لازم عليه يذاكر في اجازته. جدع. انا عايز كلمه بمعنى مش لازم، فتقول لي ايه؟ don't doesn't have to والمصدر، يبقى انا عايز have to. don't have to والمصدر، doesn't have to والمصدر. طيب يلا هات لي الشكل التاني. مش انت قلت لي ان هاف جوت وهاز جوت ده فعل مساعد؟ قلت لك ايوه. وطالما فعل مساعد اللي عندي بيتنفي بايه الفعل المساعد؟ بثلاث حروف اسمهم نوت. فبتبقى هاف ولا هافنت؟ هافنت. هاز ولا هازنت؟ هازنت. ونزل باقي تكوينك عادي. جوت تو المصدر. يبقى هافنت جوت تو المصدر، هازنت جوت تو المصدر. طب صلي عليه يشفع فيك. انا واخواتي متعودين على حاجه، على جمله جميله قوي: اللي انا بنفي بيه بسال بيه. اللي انا بنفي بيه بسال بيه. واحده ثالثه: اللي انا بنفي بيه بسال بيه. انت نفيت بدونت ودازنت، هتسال بدو داز، بعد كده فاعل دايما بعده دو او داز او حتى ديد هاف تو المصدر. دو او داز او ديد في الماضي هاف تو المصدر، دو او داز او ديد في الماضي هاف تو المصدر. ما ينفعش احط هاز عشان هاف هي المصدر يا مستر. طيب تعالى نصلي على النبي يا باشا وناخد صيغه ثالثه، الا وهي ايه؟ صيغه اسمها نيد تو ونيدز تو. على فكره دي مشابهه قوي لحته هاف تو هاز تو. بس نيد معناها ايه يا مستر؟ نيد معناها يحتاج.
يحتاج ان يفعل كذا. حلو قوي، فيحتاج ان. فيا اما نيد يا اما نيدز. افتكر المضارع البسيط اللي انا عرفتك بيه هو المضارع البسيط البريزنت سيمبل، مع المفرد بحط له اس او اي اس او اي اس، انما مع الجمع المصدر بس. يعني هي هتبقى نيد ولا نيدز؟ جدع، نيدز. طب they needs ولا نيد؟ برافو عليك، نيد. يبقى انا عندي نيد تو بيجي مع الجمع، نيدز تو بتيجي مع المفرد، خلصنا. بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها تو المصدر. ما هي نيد تو والمصدر، نيدز تو والمصدر، بمعنى ايه؟ بمعنى يحتاج ان. طب صلي على النبي. مش انا عندي ده زمن مضارع بسيط عادي؟ يبقى نفي ونفي المضارع البسيط قلب اخوك. انا بنفي المضارع البسيط بايه؟ دونت ودازنت. وبعد دونت ودازنت دايما مصدر. الله يفتح عليك. دونت، سيبك من كلمة نين اللي مكتوبة دي نيد. دونت نيد تو المصدر، دازنت نيد تو المصدر. بالله عليك بعد دونت ودازنت ينفع احط نيدز؟ لا، على طول نيد، وعلى طول نيد يبقى وراها طول المصدر. الا الشكل الجميل الجميل اللي عند سعادتك ده بس. انا عندي شكل نفي النيد، ورب الكون ده الوحيد في نيد اللي ما بيجيش وراها طول مصدر. نيدنت المصدر بس، مدي فيها كده، نيدنت المصدر بس. يبقى انا ما عنديش نيدنت طول المصدر، ورب الكون مش عندي. هي نيدنت معناها لا يحتاج او مش محتاج، دي كلها معناها مش محتاج. فالسؤال يجي فيها ازاي؟ يقول لك هي doesn't need نقط. فيقول لك مثلا بلاي ولا تو بلاي؟ لا، ساعتها احط تو بلاي عادي. طب لو جه قال لك هي نيدنت نقط، تقول له تو بلاي؟ احلى صفر على عيونك، تقول له على طول بلاي بس. ليه يا عم؟ لان انا كلمه نيدنت المصدر بس. طب صلي عليه يشفع فيك. اخر صيغه معايا صيغه اسمها شود. اسمها ايه؟ شود. مره كمان شود. شود معناها يجب للنصيحه. طب انا شود دي يعني بستخدمها امتى؟ انت قلت لي ماست، بستخدمها امتى؟ هاف تو، هاز تو، نيد، كل ده تمام. شود بستخدمها امتى؟ قال لك بستخدمها في 4 حالات: نصيحه واقتراحات، راي الشخص، توقع. واحده واحده. تعالى يا باشا كده نخش على صيغه جديده، الا وهي صيغه شود. هي شود دي معناها يجب للنصيحه، وطالما معناها يجب للنصيحه انا بستخدم شود في 4 استخدامات. طب انا دلوقتي هعرف حاجتين برضو، هعرف استخدام شود وهعرف الفورم بتاع شود اللي هو التكوين بتاعها. طب شود دي بستخدمها في 4 حالات، الا هم ايه بقى؟ نصيحة واقتراحات، رأي الشخص، توقع. يعني ايه نصيحة؟ يعني ادفايس، بس خد بالك انا كان عندي برضو سترونج ادفايس مع حتة ماست. طب الاقتراح، انا عندي دلوقتي بسجست، انا عندي اقتراح بقترح على حد، يبقى بشود عادي. طب انا عندي رأي الشخص، برضو لو انا بدي الراي لحد، يعني رايي انا بدي كده في لبسك في مش عارف في ايه، فانا بقول لك ايه شوت كذا على كذا. توقع، اكسبكتيشن، فانا عندي هنا بتوقع الاهلي شود وين، الاهلي المفروض يكسب، انا هنا بتوقع مش بقول لك ان هو هيكسب. يبقى شود بستخدمها في 4 حالات بحفظهم كده: نصيحه، اقتراحات، راي الشخص، توقع. طب حلو، هي شود شكل ولا شكلين؟ شكلين، شكل اكتف وشكل باسف. حلو الكلام. بقولها ازاي؟ فاعل شود والمصدر، مفعول شود بي وببي. تفتكر نفس ايه؟ جدع، نفس ماست. فاعل ماست ومصدر، مفعول ماست بي وببي. شيل ماست وحط شود، فتبقى هي فاعل شود والمصدر، مفعول شود بي وببي. مفيش مشكله يا باشا. طيب ايه اللي هيضايقك في شود؟ يعني إيه؟ تمام، شود معناها يجب للنصيحه، وشودنت معناها لا يجب، انت مش المفروض. فاكر لما جيت قلت لك كلمه ماسنت معناها ممنوع محظور ضد القانون؟ انا علشان الحته دي كلمه شودنت معناها لا يجب، وكلمه ماسنت مش هينفع اترجمها لا يجب، عشان وانا بترجم في الاختيارات ما ينفعش حضرتك تترجمني الاثنين لا يجب، ما انت هتتلخبط. يبقى ماسنت معناها ممنوع، شودنت معناها لا يجب، خلاص كده في فرق. طيب ايه هي بدائل شود؟ انا عندي كلمه اسمها ought to، معناها من المفترض ان، better to، ought to، better to، ought to، better to. اي كلمه فيها ادفايس. يعني ايه اي كلمه فيها ادفايس؟ بمزاجي؟ لا يا باشا، انا عندي كلمه ادفايس بالسي معناها نصيحه، ودي ناون، اسم. عندي ادفايس بالاس معناها ينصح، ودي فيرب. عندي ادفايزبل، وادفايزبل معناها من المفترض ان، من المنصوح به، من المتعارف عليه. والثلاثه دول بيجي وراهم طول مصدر. عشان كده بقول لك اي كلمه فيها ادفايس، وانا قلت لك الفرق ما بين اي كلمه اسمها ادفايس. وفي كلمه رابعه اسمها ادفايزر، وده ناصح او شخص مرشد زي منتور كده. يبقى انا عندي دلوقتي 3 كلمات بمعنى كلمه ادفايس: ادفايس بالسي نصيحه، ادفايس بالاس ينصح، ادفايزبل وبجيب قبلها اتس ووراها طول مصدر.
ought to better to اي كلمه فيها advice دي بدل شد لحد دلوقتي. عندي جمله كده جميله قوي اسمها if I were you I would، ودي بديل لحاله if التانيه بستخدمها للنصيحه. لو كنت مكانك كنت هعمل it will be a good idea. it will be a good idea انها فكره جيده انك تعمل كذا، ودي بيجي وراها طول مصدر. انما هاد بيتر دي بقى بيجي وراها المصدر بس. هاد بيتر بيجي وراها ايه جدع؟ بيجي وراها المصدر بس. ought to better to اي كلمة فيها advice if I were you I would it will be a good idea to والمصدر هاد better المصدر بس. طب يا باشا كده يبقى خلصنا الحمد لله رب العالمين يونت 8 بكل تفاصيله. ان شاء الله ما نكونش سقطنا حاجة او ما نكونش استخسرنا فيك اي معلومة. خد لك كده بريك، خد لك دقيقة، اعمل لك كوباية قهوة تطفحها ان شاء الله، وتيجي نبدأ يونت 9 على خير بأمر الله تعالى. تعالى كده حبيب اخوك بقى نخش على يونت 9. ويونت 9 ده بيتكلم عن حاجة اسمها الفيرب. ايه الفيرب؟ يعني الفعل. طب حلو، وطالما اتكلمت عن الفعل يبقى تقول لي يا عمي ده انا عندي 2 نوع من الافعال. انا عندي حاجة اسمها اكشن فيرب، وعندي حاجة اسمها ستيت اوف فيرب. يعني ايه اكشن ويعني ايه ستيت اوف فيرب بقى؟ واحده واحده كده على عشان نبقى فاهمين الكلمه. الاكشن فيرب يعني افعال حركه. سموها ليه افعال حركه يا مستر؟ علشان جزء من اجزاء جسمي بيتحرك. فالافعال الحركه دي او الافعال الاكشن دي بقول لك ان هي ينفع احطها مع الازمنه المستمره، ينفع تيجي مع الازمنه المستمره. واي زمن مستمر عندي يا مستر سبحان الله في 3 حروف، حاجه اسمها الفيرب بلس الاي ان جي. اي زمن مستمر في اي ان جي، قاعده عامه. ام واز وار واي ان جي مضارع مستمر، ووز او وير واي ان جي ده ماضي مستمر، ويل بي واي ان جي ده مستقبل مستمر. بص كده اي جمله فيها اي ان جي فيرب بلس الاي ان جي بس ده مستمر. حلو قوي. طيب ايه الاكشن فيرب؟ فعل حركه ينفع يجي مع الازمنه جدع المستمر. طب انا عندي حاجه اسمها ستيتيف فيرب. ايه الستيتيف فيرب دي بقى؟ اللي هي افعال تقريريه او افعال الحاله. يعني ايه افعال تقريريه وافعال حاله؟ قال لك ان هي بتوصف حالتك، بتديك تقرير كده عن حالتك بسيط. طب انا الافعال التقريريه وافعال الحاله كده انا بلخصها في 6 كلمات. ال6 كلمات بنقولهم كده يا ريس: شعور ملكيه، حواس عقليه، سمات مقاييس. تاني: شعور ملكيه، حواس عقليه، سمات مقاييس. هي دي افعال اسمها اكشن ولا ستيتيف؟ جدع ستيتيف. وطالما ستيتيف فيرب بس دي افعال تقريريه وافعال الحاله. طب اول لما اقول لك افعال تقريريه او افعال الحاله هسالك سؤال: ينفع تيجي مع الازمنه المستمره؟ والله ابدا. وطالما ما ينفعش تيجي مع المستمر دايما مضارع بسيط. دايما مضارع بسيط، اللي هو الزمن اللي انت متضايق منه مع المفرد بحط له اس او اي اس او اي اس، انما مع الجمع المصدر بس. يبقى انا عندي حاجه اسمها ستيت اوف فيرب، ستيت اللي هو فعل الحاله، افعال التقريريه، شعور ملكيه، حواس عقليه، سمات مقاييس. طب زي ايه يا مستر افعال الشعور؟ قالك يا حبيب قلب اخوك زي كلمه لاف او كلمه لايك او كلمه هيت او كلمه ديسلايك. هو انا دلوقتي الافعال دي خاصه بحاجه اسمها شعور. انت عمرك سمعت حد بيقول لحد I am loving you؟ ايه القرف ده؟ ولا اي لاف يو على طول؟ هتقول لي اي لاف يو على طول، دي انا بسمعها على طول. ما ينفعش احط اي ان جي لاف. ليه يا مستر؟ لانه فعل شعور يا قلب المستر. طب وطالما هو فعل شعور يبقى اكشن ولا ستيتيف؟ ستيتيف فيرب طبعا. وطالما ستيت يبقى خلاص، يبقى ده فيرب او حاجه اسمها افعال تقريريه وافعال الحاله لا ياتي مع الازمنه المستمره دايما مضارع بسيط. طب افعال الملكيه زي ايه؟ قال لك زي كلمه اسمها اون او كلمه اسمها هاف بمعنى يمتلك. افعال الحواس زي كلمه تيست بمعنى له مذاق، او كلمه سميل بمعنى له رائحه، او كلمه سي بمعنى يرى. طب انا عندي العقليه زي افعال الادراك وافعال التفكير زي كلمه think اللي بتيجي بمعنى يعتقد، زي كلمه consider اللي بتيجي بمعنى يعتبر. طب ايه السمات والمقاييس؟ زي كلمه سيم يبدو او ساوند يبدو. طب انا عندي كلمه مقاييس زي كلمه weigh يوزن او له ميزان، طبعا هنعرف ان ليها وش ووشين. او زي كلمه measure، اعرف ان ده كله افعال اسمها افعال مقاييس. طب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى الافعال التقريريه او افعال الحاله شعور ملكيه، حواس عقليه، سمات مقاييس. ياتوا مع المستمر؟ لا، دايما مضارع بسيط. يلا بقى تعالى نخش في اللعبه الجميله قوي، اللعبه دي اللي هتريحك. ده المفروض انا لا اهو الافعال اللي هي عندي ليها وش وليها وشين. يعني ايه وش ووشين؟ يعني انا بقول لك عندي شويه افعال بتحمل معنيين: يا اما اكشن فيرب فعل حركه فينفع يجي مع المستمر، يا اما ستيتيف فيرب يعني ده فعل حاله او تقريري لا ياتي مع المستمر ودايما مضارع بسيط.
طب انا بقى عايز تركايه كده بسيطه علشان اعرف احفظ الافعال دي. صلي على النبي يا باشا. انا عايز ابدا باول حاجه كلمه بي. كلمه بي الا وهي الفيرب تو بي. طب الفيرب تو بي ده لو بيعبر عن حاجه اسمها صفه مؤقته، بي مؤقت اي ان جي. ايه ده؟ بي مؤقت يعني ايه؟ بي مؤقت يعني الفيرب تو بي لو جه مع صفه مؤقته. يعني عايز اقول لك البنت اللي اسمها ليلى مثلا، البنت دي متعاونه النهارده، بتساعد النهارده، لكن هي في العادي ناقصه بس النهارده بتساعد. فعايز اقول هي دلوقتي بتساعد، هي دي صفه مؤقته، وطالما صفه مؤقته ليلى is being helpful today. هي ليلى متعاونه النهارده لكن هي في العادي ناقصه. طب حلو. يبقى لو عندي بي بمعنى صفه مؤقته احط ام او از او ار being والصفه. انما لو الصفه دي صفه دائمه، صفه على طول فيك، حضرتك تقول لي ام او از او ار وبي بي، او ام از او ار، او بعد كده الصفه عادي. يبقى ام او از او ار والصفه عادي من غير البي بي ومن غير كلمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بينج المحطوطه في حته الاكشن. يبقى واحده واحده عليها عشان نربط كده. انا عندي كلمه اسمها بي، ادي بي اهو، بنقولها كده بي مؤقت اي ان جي. طب بي الدائم يعني ايه؟ بي الدائم يعني بي صفه دائمه ما ينفعش، وطالما ما ينفعش بيتحط بام او از او ار بس. طالما ما ينفعش بيتحط بام او از او ار. بص من اول فيل هتفهم معايا الكلام قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي فيرب اسمه فيل. يعني ايه فيل؟ فيل ده بيجي بمعنيين، بيجي بمعنى يشعر وبيجي بمعنى الملمس او يعتقد. واحده واحده عليا. بص بقولها كده، فيل يشعر اي ان جي. يعني ايه اي ان جي؟ يعني ياتي، يعني ياتي مع الازمنه المستمره. قصدك تقول لي يا مستر ان هو اكشن فيرب؟ برافو عليك. طب ولو جاب بمعنى الملمس او يعتقد ما ينفعش يتحط له اي ان جي، وطالما ما ينفعش دايما مضارع بسيط. صدقني هتحفظها كده، ها؟ دي بتاعت اخوك بس الطريقه دي. في ليشعر اي ان جي، في للملمس او يعتقد ما ينفعش، وطالما ما ينفعش مضارع بسيط. يعني يا مستر خد مثالين كده، واحده بلدي. عايز اقول لك يا مستر انت ماذا تشعر؟ فيقول لك ايه؟ I am feeling better right now. انا دلوقتي حاسس ان انا كويس، بشعر. طب بص كده، اللي انا لابسه ده بقول لك ان ملمسه ناعم. ينفع اقول is feeling؟ عارف لو قلت is feeling يبقى بمعنى يشعر، يبقى اقول مضارع بسيط feels soft، يبقى انا جاي هنا بمعنى الملمس او يعتقد، فما ينفعش في مضارع بسيط. خد كده اللي بعدها. انا عندي كلمه هاف. هاف الوقت واكل وشرب اي ان جي. مش فاهم. يعني هاف لو جايه بمعنى انا بقضي وقت، انقضاء الوقت، تاتي مع الازمنه المستمر. طب ولو جاب بمعنى I am having my lunch، انا باكل الغداء بتاعي، ياتي مع الازمنه المستمر. باشا I am having my coffee، انا بشرب القهوه بتاعتي، ياتي مع الازمنه المستمر. مستر انت قلت لي ان هاف ستيت اوف فيرب، ده فعل حاله وفعل تقريري جدع، بس اللي طلع عليها وش هاف الوقت واكل وشرب اي ان جي. طب هاف يمتلك؟ ما ينفعش، وطالما ما ينفعش مضارع بسيط. يعني حضرتك جيت قلت لي انا معايا موبايل، ينفع تيجي تقول لي I'm having a موبايل فون؟ قسما بالله انت متخلف. تقول لي بقى ايه؟ I have a موبايل فون. خلاص كده تمام، I have مضارع بسيط. خش على كلمة سي. كلمة سي ليها وشين، ليها معنيين. سي يقابل اي ان جي. اصول تبقى عارف يعني ايه كلمة اي ان جي. سي لو جاب بمعنى يقابل. يا مستر انت عندك ايه النهارده؟ فاجي اقول لك والله يا ابني النهارده I am seeing، او today I'm seeing my doctor او my dentist. يبقى انا دلوقتي النهارده هقابل حبيبي يا دكتور، النهارده هقابل الدكتور بتاعي، هقابله. خلاص كده انا مش هشوفه. عارف يعني ايه اشوف؟ يعني هبص عليه وامشي. ايه يا عم القرف ده؟ ده انا هقابله، هقعد معاه. يبقى I am seeing عادي. انما لو جاب بمعنى يشوف، المدرس يجي يقول لك والله يا ابني انا شايفك وانت قاعد دلوقتي، ما ينفعش يقول لك اي ام سينج، يقول لك ايه؟ اي سي يو. ليه؟ علشان سي جت بمعنى يشوف، ما ينفعش. يبقى قول لي كده اهو، سي يقابل اي ان جي، سي يشوف ما ينفعش. وطالما ما ينفعش ورب الكون مضارع بسيط مع المفرد بحط له اس او اي اس او اي اس مع الجمع المصدر بس. انا عندي كلمه اسمها ميجر. كلمه اسمها ايه؟ ميجر. هي ميجر هنا معناها ايه؟ قال لك ليه تيجي بمعنيين. ميجر يقيس اي ان جي، له مقاس ما ينفعش. صلى على النبي. فدخلت عليا كده لقيتني بعمل ايه يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بحاول اقيس الترابيزه. خلاص اتدروشت، انا بقيس الترابيزه اهو. طب هو انت دلوقتي يا مستر بتقيس، ينفع احط لها ان جي؟ ينفع احطها مع الازمنه المستمره؟ مستر مهند از ميجرنج، بيقيس. طب بقول لك ايه، ده الترابيزه دي مقاسها 3 متر. مقاسها يعني مش بتقيس، يعني لها مقاس. ينفع اقول از ميجرنج؟ لا. يبقى the table
measures 7 meters او ايا كان بقى الرقم اللي وراه. يبقى measure لو جاب بمعنى يقيس اي ان جي يعني ياتي مع الازمنه المستمره. انما لو له مقاس ما ينفعش، وطالما ما ينفعش مضارع بسيط مع المفرد بحط له اس او اي اس او اي اي اس. انا عندي كلمه اسمها تيست. تيست ليها معنيين. تيست يتذوق اي ان جي، له مذاق ما ينفعش. مش هردد لك يعني ايه اي ان جي ويعني ايه له مذاق. مستر انت بتعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بتذوق القهوه. I am tasting my coffee. طب بقول لك ايه، this coffee القهوه دي tastes delicious، القهوه دي طعمها رائع. ليه قلت يا مستر tastes ما قلتش is tasting؟ علشان كلمه taste لو جاب بمعنى يتذوق اي ان جي، انما لو جاب بمعنى له مذاق ما ينفعش، وطالما ما ينفعش مضارع بسيط. سميل، سميل يشم اي ان جي، سميل الريحه ما ينفعش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص يا باشا، ايه ده بتعمل ايه يا مستر؟ انا ام سميلينج ماي كوفي، انا بشم القهوه بتاعتي. طب بقول لك ايه، ذس كوفي القهوه دي ريحتها لها رائحه جميله، فعايز اقول لك والله لها رائحه دي ما ينفعش احط لها اي ان جي. فطالما سميل هقول از سميلينج، القهوه بتشم، ولا سميلز؟ هتقول لي سميلز. طيب يبقى انا عندي كلمه سميل ليها معنيين، يا اما يشم يا اما سميل له رائحه. لو جاب بمعنى يشم ياتي مع الازمنه المستمر. سميل يشم اي ان جي، سميل الريحه ما ينفعش، وطالما ما ينفعش مضارع بسيط. طيب خش عندي على كلمه واي وعدلها لي كده عشان هنا دبليو اي. خلاص كلمه واي هنا بتيجي بمعنى يوزن، يا اما له ميزان. طب حلو، دخلت عليا انت كده لقيتني بعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحاول اوزن كوبايه القهوه، مش اوزنها اللي هو اعمل لها بالانس، لا لا، يوزنها اللي هو يشوف حجمها. فهنا ينفع اقول اي ام وينج، خلاص عادي احط لها ان جي. طب بقول لك ايه، ده القهوه دي وزنها 1 كيلو جرام، وزنها كيلو مثلا يعني، اقول از وينج ولا ويز؟ جدع، ويز مضارع بسيط. يبقى وي يوزن اي ان جي، له ميزان ما ينفعش، وطالما ما ينفعش ورب يكون مضارع بسيط. طب يلا، انا عندي كلمه اسمها ابير. ابير هنا بمعنى يظهر او له مظهر. لو جاب بمعنى يظهر اي ان جي، انت فهمت اللعبه. لو جاب بمعنى له مظهر ما ينفعش، وده مضارع بسيط. طيب خش كده عندي على فيرب اسمه كم. ايه كم ده بقى؟ انا عندي كم ده مهم قوي. ليه مهم؟ كم بتيجي بمعنى ياتي عادي، الفيرب اللي انت عارفه. طيب انا جاي بقول لك دلوقتي لو على شخص، الشخص ده جاي من بلد تانية، يعني هو مسافر مثلا في السعوديه وجاي لنا هنا مصر بلده عادي، هو كان بيعمل عمره وجاي. هي السعوديه دي بلده الام؟ قلت لي لا دي بلد تانية. خلاص، وطالما بلد تانية، كم بلد تانية اي ان جي، يبقى ينفع اقول هي از كامينج فروم كذا، خلاص لانه جاي من بلد تانية. انما لو انا عايز اقول لحد ده انا بلدي الاصل مصر، يا سلام، انا جاي من مصر بس مش جاي منها ان هو يعني مسافر منها، لا ده انا اصلي منشأي مصر. قال لك ما ينفعش تحط لها ان جي، فتبقى على طول مضارع بسيط. طيب انا عندي كلمه انجوي. انجوي بتيجي بمعنى يستمتع. الاستمتاع هنا او ان حضرتك تبقى بتنبسط بحاجه كده، لو الحاجه دي مؤقته اي ان جي، انما لو حاجه دائمه ما ينفعش. انجوي مؤقت اي ان جي، انجوي دائم ما ينفعش، اللي هو مضارع بسيط. هترميها دلوقتي خلاص حبكت، نبوظ بوظ كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى لي بقى على كلمه اسمها دو. هي دو هنا لو جاب بمعنى يفعل. ماذا تفعل الان؟ اي ان جي. يعني ايه؟ تلاقي سؤال يجي يقول لك وات ار يو دوينج، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ليه قلت لك بتعمل ايه دلوقتي؟ انت حاليا بتعمل ايه؟ ماذا تفعل الان؟ انما كلمه دو لو جت بمعنى الشغل. ايه اللي جت بمعنى الشغل؟ يعني لما اجي اسال حد وات دو يو دو، عارف هنا انا مش بقول له انت بتعمل ايه، لا ده انا بقول له انت وظيفتك ايه، انت شغال ايه. طيب انا عندي اخر كلمه، كلمه اسمها consider. consider هنا ليها معنيين، يا اما يفكر يا اما يعتبر. consider يفكر اي ان جي، انما consider لو جاب بمعنى يعتبر ما ينفعش، وطالما ما ينفعش مضارع بسيط. صليت على النبي قلب اخوك. ده كده كان يونت 9 بكل تفاصيله. اتمنى من ربنا انك انت تذاكره كده بالطريقه اللي احنا قلنا عليها عشان يبقى سهل بالنسبه لك. برضو ريح لك دقيقه كده وتعالى يلا خش على يونت 10. تعالى بقى قلب اخوك كده نخش على يونت 10 ونشوف كده الدنيا بتتكلم في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 10 ده بقى كان بيتكلم في فيرب او في 3 افعال. اول فيرب اسمه سيم، بعد كده اسمه سبوز، وفيرب اسمه مين. خدت ال3 افعال، درسك خلص. درس بسيط ولذيذ وان شاء الله يكون سهل على قلبك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم عن فيرب اسمه سيم. طب يا مستر هي كلمه سيم هنا لازم ابقى عارفها بتصريفاتها. هي سيم مع الفعل المفرد بتبقى سيمز، انما مع الفعل الجمع بتبقى سيم. طب ولو ماضي بسيط بتبقى سيمد.
يبقى قصدك تقول لي ان انا لازم ابقى عارفها بالثلاث اشكال؟ اه طبعا. مع الفعل المفرد سيمز، فعل الجمع سيم، ماضي بسيط سيمد. صليت على النبي بيجي وراه كام شكل؟ بيجي وراه 4 اشكال بحفظهم، وان شاء الله بعرفك اسئلتهم ازاي في طريقه الحل. طيب بيجي ورا سيم ايه يا عم؟ قال لك كلمه سيم معناها يبدو، وطالما معناها يبدو فبقول لك ان هو مثلا he seems tired، فبيجي وراها حاجه اسمها صفه. يبقى كلمه سيم بتيجي صفه، بيجي وراها صفه. حلو. يا اما صفه يا اما كلمه اسمها to be والصفه. يبقى ممكن اقول he seems tired او he seems to be tired، يعني هو يا اما تعبان يبدو تعبان، يا اما يبدو انه تعبان، نفس الحاجه. يبقى كلمه سين بيجي وراها شكلين، صفه to be والصفه. كلمه سين بيجي وراها ايه؟ صفه to be والصفه. طب الشكل الثالث، انا عندي like، ولايك هنا مش يحب او يعجب، لا لايك هنا رابط. طب وبعد لايك بيجي صفه، وبعد الصفه بيجي اسم. يبقى انا عندي صفه تو بي والصفه لايك صفه واسم. طب الشكل الاخير انا بيجي شويه روابط، 4 روابط بالظبط مع كلمه سيم. انا عندي فيرب او انا اسف رابط اسمه لايك. غير لايك عندي كلمه اسمها ذات، لايك وذات. عندي كلمه اسمها از اف، وكلمه اسمها از ذو. طيب يبقى انا عندي 4 روابط مع كلمة سيم بيجوا معاها like وذات as if as though. مرة كمان like وذات as if as though. ال4 روابط دول بيجوا مع كلمة اسمها سيم. يبقى السؤال بيجي لك هنا ازاي بالعقل كده؟ جاب لك كلمة اسمها if او as if، انا اسف، هتحط له suppose ولا مين ولا سيم؟ جدع، هتحط له سيم. طب جاب لك كلمة اسمها as though، هو الرابط ده بيجي مع كلمة suppose؟ هتقول لي لا. مع مين؟ هتقولي لا، مع فيرب اسمه سيم. يبقى هي دي السؤال اللي بيجي في الحته دي، جاب لك سيم حط له الرابط، جاب لك الرابط حط له سيم. طيب ايه تاني بيجي مع سيم يا ريس؟ احنا عايزين كده نجيب بسم الله الرحمن الرحيم. حلو عملناه. ايه اللي بيجي مع سيم يا عم؟ قال لك ان كلمه سيم ساعات، لا استنى نمسح الحته دي، ساعات بيسالك على حاجه اسمها الفعل اللي بعد سيم. الفعل اللي بعد سيم. طب طالما هيسألني عن الفعل اللي بعد سيم، يبقى أنا عندي 3 احتمالات. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزك تفكرني بتصريفات سيم. سيم معناها يبدأ مستر، تمام. مع الفعل المفرد بتبقى سيمز، مع الفعل الجمع بتبقى سيم، ماضي بسيط بتبقى سيمد، شغال شغال. طب صليت على النبي بيجي وراها 3 تصريفات، 3 حالات من الأفعال، لأن هو بيسألني على الفعل اللي بعد سيم. طيب لو الحاجة دي يا ريس، بسم الله الرحمن الرحيم، لو الحاجة دي لسه هتحصل. يعني ايه لسه هتحصل؟ هو لسه هيعمل الحاجة. فانت تقول لي اول لما اقول لك كلمة لسه هتحصل تقول لي تو المصدر. يبقى بعد سين بيسألني على الفعل، فجيت بصيت على الفعل لقيته لسه هيحصل تو المصدر، لسه هيحصل تو المصدر. طيب لو الحاجة دي بتحصل دلوقتي، بتحصل حاليا، بتحصل الآن، بتحصل دلوقتي، بتقولها لي كده بالتلاتة اهم. تو بي والاي ان جي، لو بتحصل دلوقتي تو بي والاي ان جي. طب لو الحاجه دي، لو الحاجه دي حصلت في الماضي، لو الحاجه اللي بعد سيم حصلت في الماضي تقول لي 3 كلمات برضو. تو هاف وبيبي، اسمها ايه؟ تو هاف وبيبي. يبقى صلي على النبي، لازم تبقى حافظ التكوينات دي. هو هنا بيسالك على اللي بعد سيم، هتقول لي بيسالني يا مستر على اللي بعد سيم قصدك صفه واسم؟ اقول لك لا، انا بيسالني على حاجه اسمها الفعل اللي بعد سيم. طب لو الفعل اللي بعد سيم لسه هيحصل، جدع، تو المصدر، لسه هيحصل تو المصدر. طب لو بيحصل دلوقتي تو بي والاي ان جي. طب لو حصل في الماضي تو هاف وبيبي. طب تمام يا ريس، تمام تمام تمام. هي كلمة سيم لها ملحوظة قسما بالله مهمة جدا جدا جدا. كلمة سيم يا ريس، كلمة سيم يا ريس لا تأتي، 2 لا تأتي، لا تأتي في الاستمرار، لا تأتي مع المجهول. كلمة سيم 2 لا تأتي، لا تأتي في الاستمرار، لا تأتي مع المجهول. مش فاهم؟ يلا بص 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 الحتة دي، يجي في الاختيارات يقول لك ايه؟ يقول لك ام او از او ار او ووز او وير سيمينج. سمعني الملحوظه بتقول لك ايه؟ كلمه سيم لا تاتي في الاستمرار واي زمن مستمر، اخوك قال لك اي ان جي. ينفع اقول ام سيمينج، اي ام سيمينج؟ لا طبعا. he is seeming؟ لا طبعا. they are seeming؟ لا طبعا. he was seeming؟ لا. they were seeming؟ لا. حضرتك الشكل ده اول لما تشوفه في الاختيارات اشطب لي عليه، انا مش عايزه.
حضرتك انا مش عايز الشكل بتاع سيمنج ده، انا مش موجوده عندي كلمه اسمها سيمنج اصلا. طيب ولا تاتي مع المجهول يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني المبني للمجهول ببدا بالمفعول، بعد المفعول لقيت ام، لقيت از، لقيت ار، لقيت ووز، لقيت وير. حضرتك لو لقيت الكلام ده كله مع كلمه اسمها سيمد تقول لي بس الشكل ده كله حاجه اسمها غلط. طب يعني ايه غلط؟ قال لك لان كلمه سيم يا متخلف لا تاتي في الاستمرار، لا تاتي مع المجهول، يبقى لا ينفع يتحط لها ان جي، ولا ينفع يجي قبلها مجهول، وينفع يجي قبلها ام واز وار ووز ووير. ما ينفعش لان كلمه سيم هي كده لوحدها، لا تاتي في الاستمرار، لا تاتي مع المجهول. طيب ده سيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ده سيم بكل ما فيها. طيب تعال نخش على تاني فيرب مهم عندي جدا جدا، فيرب اسمه مين، برضه هلخصه لك كده يا ريس. هو فيرب مين ده؟ مين ده بس في بداية كلامي كده يعني، قال لك انا عندي كلمة اسمها مين. ادي كلمة مين يا ريس. كلمة مين دي بقول لك ان لها ثلاث اشكال، يا اما مين الاسم، يا اما مين الفعل، يا اما مين الصفة. لا انا عايز صفحة اكبر من دي، صلي على النبي بقى. اهو يا باشا، كلمة مين ليها ثلاث اشكال، مش ثلاث تصريفات بس، لا ثلاث اشكال، يا اما اسم، يا اما فعل، يا اما صفة. طب لو كلمة مين جت نون، جت اسم، بعمل ايه يا عم؟ قال لك بيبقى معناها ايه، ركز كده معايا بالله عليك في المعاني دي. بيبقى اول كلمة عايزك تعرفها كلمة زي كلمة meaning، وكلمة meaning معناها المعنى. طيب انا عندي كلمة زي كلمة means، وامينز معناها وسيلة. طب انا عندي كلمة اسمها means بس معناها وسائل. حلو، يبقى كلمة مين لو جت بالاسم meaning المعنى. What is the meaning of this word؟ معناها ايه الكلمة دي؟ طب means معناها وسيلة، means معناها وسائل. حلو، ده لو noun لو اسم. طب لو جت verb بقى، لو جت فعل، قال لك بس ثانية واحدة بقى، ده كلمة مين لو جت فعل يا اما يتطلب، يا اما يستلزم، يا اما ينوي، يا اما يقصد، ويا اما تعني. ما هي الكلمة دي معناها ايه؟ خلاص تمام. طب لو جت صفة، قال لك بس ريح، ده يا اما بخيل، you are a mean person، انت شخص بخيل، يا اما لئيم، يا اما قاسي. خلاص يا عم، تمام. يبقى كلمة مين ليها ثلاث أشكال، اسم وفعل وصفة. لو جت اسم meaning المعنى، means وسيلة، means وسائل. حلو، الاسم خلص. لو جت فعل، حضرتك عندي أربع أفعال، يستلزم، يتطلب، ينوي، ويقصد. أديك عليها ملحوظة جامدة قوي. طب لو كلمة مين جت بالصفة بخيل، لئيم، وقاسي، صليت على النبي. انزلي على تاني أهم ملحوظة في مين ولسه ما اتكلمتش عنها أصلا. أنا عندي كلمة مين لو جت بمعنى يتطلب او يستلزم، بس انا يعني بص هثبت يتطلب. مين يتطلب؟ قال لك لازم اللي بعدها يبقى اي ان جي. مين يتطلب اي ان جي؟ بص كده، واحده بلدي يا ابني. واحده بلدي. هاجي اقول لك ان انا عندي انترفيو بكره، انا عندي مقابله شغل، which means وده يا اما يستلزم يا اما يتطلب الصحيان بدري. to get up early ولا getting up early؟ هتقول لي getting على طول. ليه يا باشا؟ عشان كلمة مين جاية بمعنى يتطلب. طب بص كلمة مين لو جاب بمعنى ينوي او يقصد، لو جاب بمعنى ينوي او يقصد لازم تحط بعدها تو المصدر. يبقى مين يتطلب اي ان جي، مين ينوي، تو المصدر. مين يتطلب اي ان جي، مين ينوي، تو المصدر. فيجي يقول لك جمله لذيذه قوي، والله اي دونت مين نقط يو، وانا عايز اقول له انا ما كنتش ناوي اني اذيك. hurting ولا تو هيرت؟ هتقول لي تو هيرت. لا يا مستر، هي كلمه مين جايه بمعنى يتطلب؟ لا، عشان كده مش هحط لها اي ان جي. ولا جايب معنى ينوي؟ جايب معنى ينوي، حط لها تو مصدر. فانت لازم تبقى حافظها، مين يتطلب اي ان جي، مين ينوي، تو المصدر. كلمه مين مش خلصت، لا لسه فيها صلي على اللي يشفع فيك. اهم ملحوظه في كلمه مين يا عم لا تاتي في الاستمرار. مين لا تاتي في الاستمرار يعني يا مستر ينفع اجي الاقيها ام او از او ار او واز او وير meaning؟ والله ابدا.
والله ابدا. ما ينفعش تلاقيها قبلها ام واز وار واز وير مينينج، ما ينفعش احط لها ان جي. بس ثانيه، هي ينفع يبقى فيها كلمه مينينج بس بمعناها المعنى، الا هو نون اصلا. طب يبقى ام واز وار واز وير والاي ان جي، لا يا باشا الشكل ده مش موجود عندي، لا ياتي في الاستمرار. تعالى كده برضو بقول لك ملحوظه على مين، ان مين لا تاتي في الاستمرار بس بتيجي مع المجهول. وطالما يا قلب اخوك بتيجي مع المجهول خلاص، يبقى انت تقول لي ان ليها شكل باسيف، والباسيف ببدا بالمفعول. يبقى بعد المفعول 5 كلمات، يا اما ام، يا اما از، يا اما ار، يا اما ووز، يا اما وير. صليت على النبي. وعايز التصريف الثالث من كلمة مين، هيبقى منت. يبقى ام او از او ار او ووز او وير منت. وطالما مستر بتيجي مع المجهول، اول لما اقول لك ان الجمله هنا باسف وشفت كلمه منت قبلها ام او از او ار او ووز او وير، تاني اول لما عينك الجميله تقع على منت وتلاقي قبلها ام او از او ار او ووز او وير، قول لي بس ده شكل من الاتنين، يا اما تو بي وبي بي، يا اما تو هاف بين وبي بي. تاني بالله عليك، انا بقول لك دلوقتي على الحل مش بقول لك على الشرح. انت دلوقتي لو لقيت كلمه منت بصيت على اللي قبلها لقيت ام او از او ار او وز او وير، يبقى الشكل ده مش اكتف، يبقى باسف. وطالما باسف انا عندي شكلين للباسف هما ما لهمش غيرهم، تو بي وبي بي، تو هاف بين وبي بي. اول لما تلاقي نفسك بتقول باسف تقول لي الجملتين دول، تو بي وبي بي، تو هاف بين وبي بي. صليت على النبي. طب يا مستر امتى ده وامتى ده؟ باشا الاتنين مش هيجي لك مع بعض، الاتنين صح. صليت عليه يشفع فيك. طيب هو دلوقتي بيسألك على عنوان جميل قوي لسه واخدينه مع الفيرب اللي فات، الفعل اللي بعد كلمة اسمها مين. هو ايه الفعل اللي بعد مين بقى؟ بشتغل عليه ازاي؟ صلي على النبي. انا عندي كلمة مين، كلمة مين تصريفاتها ايه؟ قال لك مع الفعل المفرد يا مستر بتبقى مين زي عادي. طب مع الفعل الجمع بتبقى مين؟ لو ماضي بسيط بتبقى منت. بسم الله الرحمن الرحيم. هسألك سؤال وترد عليا، حاجات ثوابت حفظتها لك، لو حاجة لسه هتحصل تو المصدر، مش حافظها ارجع للي فاتت ما تعرفنيش. لو حاجة لسه هتحصل تو المصدر، طب حاجة بتحصل دلوقتي تو بي والاي ان جي، حاجة بتحصل دلوقتي تو بي والاي ان جي. لو حاجة حصلت في الماضي تو هاف وبي بي، حصلت في الماضي تو هاف وبي بي. يبقى صلي على النبي يا باشا. السؤال بيجي هنا ازاي؟ اول لما تشوف كلمه مين بتصريفاتها العاديه اللي هي مع السبجكت مع الفاعل، سواء مين او مينز او منت بس، تقول لي بعدها يبقى الفعل ده لسه هيحصل تو المصدر، بيحصل دلوقتي تو بي والاي ان جي، حصل في الماضي تو هاف وبي بي. طب يا مستر لو شفت كلمه منت تصريف ثالث بي بي مع قبلها ام واز وار او وز او وير، احط الناحيه الثانيه يا مستر، احط جملتين، جمله من الاثنين طبعا، تو بي وبي بي، تو هاف بين وبي بي. ادي كلمه مين بكل ما فيها. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دخلنا على اخر فيرب اسمه سبوز. وسبوز هنا يا اخواتي معناها من المفترض ان. بس ثانيه واحده، انا عايزك تحط لي عينك على حاجه جميله قوي. هتيجي عند مين هنا تكتب لي ان انا بستخدمها في حاجه الزام وضروره. بستخدم مين في الزام وضروره؟ بستخدمها في حاجه اسمها واجب ومسؤوليه، وبستخدمها في حاجه اسمها لايق عليك والغرض. يعني ايه لايق عليك والغرض؟ يعني انا عايز اقول لك ان مهند ده والله شكله ان هو يبقى مدرس، محمود صابر شكله ان هو يبقى دكتور. انا لايق عليك، وطالما لايق عليك يبقى انا عايز كلمه اسمها مين بتصريفاتها. ادي لايق عليك، وكلمه اسمها الغرض. ايه الغرض؟ الغرض من القلم الكتابه، كلمه مين. طب الشرطه واجبها حمايه المواطنين، كلمه مين. يبقى كلمه مين بستخدمها في ايه يا عم؟ ضروره الزام، وغير الضروره الزام واجب مسؤوليه، غير الواجب مسؤوليه لايق عليك والغرض. طب انا عندي كلمه اسمها سبوز، بعد ما تصلي عليه يشفع فيك تعال ناخد سبوز. هات لي يا عم صفحه. هي سبوز يا مستر ليها تصريفات؟ قلب اخوك ليها تصريفات. هي كلمه سبوز مع المفرد بتبقى سبوزس، مع الجمع سبوز، مع الماضي البسيط سبوزد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيسألك على اللي بعد سبوز. اصول انت حافظ، لو حاجه لسه هتحصل تو المصدر، حاجه لسه هتحصل تو المصدر. لو حاجه بتحصل دلوقتي تو بي والاي ان جي، ما انت خلاص حفظت بقى. طب ولو حاجه حصلت في الماضي تو هاف وبي بي.
يا مستر في ملحوظه في سبوز، مالها يا قلب اخوك؟ بقول لك ان سبوز زي مين؟ لا تاتي في الاستمرار بس بتيجي مع المجهول. لا تاتي في الاستمرار بس بتيجي مع المجهول. يعني الشكل اللي قدام سعادتك ده قول لي ينفع ولا ما ينفعش؟ ام واز وار او was aware ولقيت كلمه اسمها supposing. ايه ده ايه ده ايه ده القرف ده باشا؟ سبوز لا تاتي في الاستمرار بس بتيجي مع المجهول. طب يبقى ينفع احط لها اي ان جي؟ لا طبعا، الشكل ده غلط. اول لما تشوفه في الاختيارات والله 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 لازم تشطبه. طيب بس بتيجي مع المجهول بس يا مستر. تمام، انت قلت لي بتيجي مع المجهول يبقى ببدأ بالمفعول، وبعد ما بدأت بالمفعول لازم واحدة من الخمسة. ايه الخمسة؟ اللي هو الفيرب تو بي ام او از او ار او was او وير. تمام، وكلمة اسمها supposed تصريف ثالث من suppose. واول لما قلت لي باسف يبقى انت بتكلمني في شكلين، يا رب تفتكرهم. to be و be. اول لما اقول مجهول to be و be to have been و be. صلينا على النبي يا اخواتي. درسك الجميل خلص، بس انا عندي اخر ملحوظه في كلمه سبوز لازم تبقى تكتبها كده. هي كلمه سبوز يا مستر معناها من المفترض ان، وكلمه مين بيجي برضو معناها من المفترض ان. طب انا دي ودي امتى؟ بس انا كلمه مين بستخدمها مع الالزام وضروره، واجب مسؤوليه لايق عليك والغرض. الزام وضروره واجب مسؤوليه لايق عليك والغرض. طب كلمه سبوز بتيجي مع ايه بقى؟ قال لك بتيجي مع حاجه اسمها الزام وضروره. ايه الفرق يا مستر؟ مفيش فرق هنا يا قلب اخوك، الزام وضروره مفيش مشكله. طب بتيجي مع حاجه اسمها هدف او غرض، برضو مفيش فرق. بس في فرق في كلمتين، توقع ونيه. باشا الاهلي من المفترض انه يكسب، تحط كلمه مين ولا سبوز؟ جدع، هو ده توقع. من المفترض انا بتوقع ان الاهلي هيكسب، يبقى مين ولا سبوز؟ سبوز. باشا الشرطه واجبها حمايه المواطنين، واجب، يبقى سبوز ولا مين؟ مين. يبقى الفرق ما بين سبوز ومين الاتنين معناهم من المفترض ان. حضرتك الفرق ما بينهم حاجه اسمها استخدام. مين بستخدمها الزام وضروره واجب مسؤوليه لازم على او لايق عليك والغرض مناسب ليك. طب كلمه سبوز بستخدمها في الزام وضروره شغال، هدف وغرض شغال. المختلف عن كلمه مين حاجه اسمها توقع ونيه. يبقى انت لو في توقع ونيه في المستقبل على طول سبوز بايا كان الشكل اللي عندك. مفيش مشكله ان شاء الله في يونت 10. فتعالى كده نخش على حاجه جميله خالص الا وهي يونت 11، بتتكلم عن درس جميل قوي قوي. فتعالى خد لك دقيقه كده ريح معايا فيها وخش على يونت 11. طيب تعالى كده بقى قلب اخوك نتكلم عن يونت 11. بيتكلم عن قاعده جميله قوي اسمها معتاد ان. ماشي، قاعده معتاد ان دي عشان تصلي عليه يشفع فيك، يعني تصلي عليه يشفع فيك كده وتركز معايا في معتاد ان. بسم الله الرحمن الرحيم. هي معتاد ان دي يعني انا كنت متعود اعمل حاجه بس دلوقتي مش بعملها. طب انا دلوقتي لو عندي قاعده زي كده بستخدم فيها كلمه اسمها ايه؟ قال لك انا عندي اول قاعده اسمها يوزد تو. اسمها يا دكتور محمود يوزد تو. طيب جاوبني كده بالله عليك، لو قبل يوزد تو فعل هتحط بعدها مصدر؟ مش حلو. قبل يوزد تو فعل هتحط بعدها، قولها اسرع من كده بالله عليك شويه. قبل يوزد تو فعل هتحط بعدها ماشي قال لك انفينيت حبيبي انفينيت. طب صليت على النبي. يبقى اول شكل يوزد تو انا بصيت على اللي قبلها لقيته فعل حطيت بعدها مصدر خلاص. يعني المثال يجي يقول لك والله شي يوزد تو نقط. والله هي كانت معتاده تدخن، هي كانت معتاده تدخن. سموكينج ولا سموك؟ هتقول لي سموك. ليه حطيت سموك؟ علشان انا بصيت على يوزد تو، بصيت على قبله لقيت سبجكت لقيت فاعل، يبقى حطيت بعدها مصدر على طول. طيب ده اول شكل. تاني شكل انا عندي بقول لك ان انا التاني شكل ده بيعبر عن انا كنت معتاد ان انا اعمل حاجه وما زلت معتاد اعملها. خلاص كده يبقى انا كنت معتاد ادخن وشويه بدخن دلوقتي. طب الصيغه ده اسمها ايه بقى؟ قال لك انا عندي قاعده اسمها يوزد تو، بصيت على اللي قبل يوزد تو ما لقيتوش فاعل، لقيت واحده من الاربعه. ايه الاربعه بقى؟ فيرب تو بي جيت وبيكام وجرو. ايه الاربعه؟ فيرب تو بي جيت وبيكام وجرو. يعني يا مستر قصدك تقول لي بصيت على قبل يوزد تو لقيت فيرب تو بي اللي هو عباره عن ام او از او ار او واز او وير. خلاص كده لقيت واحده من الخمسه اللي هي ام واز وار او واز او وير قبل يوزد تو. قال لك على طول بعدها اي ان جي او نون. طب مش بس كده، لا ده انا لقيت فيرب اسمه جيت او جت قبل يوزد تو حطيت بعدها اي ان جي او نون. طب ده انا لقيت فيرب اسمه بيكام او بيكيم احط بعدها اي ان جي او نون. لقيت قبل يوزد تو جرو او جرو بالاي
برضو بعدها اي ان جي او نون. يبقى انا كلمه يوزد تو بصيت على قبلها لقيته فاعل، قلت لي لا، لقيته واحده من الاربعه اللي هو ايه؟ فيرب تو بي، جيت وبيكام وجرو. فيرب تو بي، جيت وبيكام وجرو، هتحط بعد يوزد تو اي ان جي او نون. خد لك جمله لذيذه قوي قوي. جه قال لك ايه والله؟ شي نقط سموكينج. خلاص كده. وانا عايز اقول لك هي كانت معتاده ان هي تدخن وما زالت. حلو. فجه في الاختيارات قال لك ايه؟ قال لك used to ولا was used to. اسال نفسك سؤال حلو، هو بعد النقط جه اي ان جي ولا جه مصدر؟ هتقول لي سموكينج اي ان جي. طب وطالما اي ان جي يوزد تو لوحدها قرع كده، ولا قبلها واحده من الاربعه؟ جدع، قبلها واحده من الاربعه اللي هم كانوا ايه؟ فيرب تو بي، جيت وبيكام وجرو. عشان كده اخترت was used to. صليت على النبي. اول شكلين خلصوا. طب يلا، انا عندي ثالث شكل. انا عندي كلمه اسمها نو لونجر. كلمه اسمها ايه؟ نو لونجر. معناها لم يعد، معناها كان معتاد ان ودلوقتي لا. قلبه. هو في نولونجر بسهولة صح؟ لا، نو سونر حاجه ونو لونجر حاجه، وما تعطلنيش تاني. انا عندي كلمه اسمها نو لونجر، وبعد خلاص 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 اعمل كده. خلاص ماشي. انا عندي كلمه اسمها نو لونجر. كلمه نو لونجر معناها ايه؟ معناها لم يعد. واول لما اقول لك نو لونجر تقول لي مضارع بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. نو لونجر مضارع بسيط، نو لونجر مضارع بسيط. يبقى نو لونجر بيجي وراها البريزنت سمبل المضارع البسيط. والمضارع البسيط مع المفرد شبعت منه قسما بالله. مع المفرد بحط اس او اي اس او اي اي اس، لكن مع الجمع المصدر بس. ماشي. انا عندي كلمه اسمها اني مور واني لونجر. اني مور واني لونجر بيجي قبلها حاجه اسمها مضارع بسيط منفي. يا مستر انا مش فاكر المضارع البسيط بيتنفي بايه. عايزك تحفظه معايا بعد اذنك. اولا انا بتكلم عن كلمه اسمها اني مور واني لونجر، معناها برضو كان معتاد ولم يعد. بس بتيجي في اخر الجمله، بيجي قبلها ايه بقى؟ 3 كلمات. دونت مصدر، دازنت مصدر، نيفر مضارع بسيط. حلو. اسمها ايه؟ دونت مصدر، دازنت مصدر، نيفر مضارع بسيط. قبل كلمه اسمها اني مور او اني لونجر. ادي دونت مصدر. هي دونت بتيجي مع فاعل مفرد ولا جمع؟ جدع، مع فاعل جمع. طب دازنت مصدر بتيجي مع فاعل مفرد. طب كلمه نيفر بتيجي مع جميع الضمائر وبيجي وراها مضارع بسيط. حلو حلو حلو. كمل كمل بالله عليك. الصيغه اللي جايه عندي دي مهمه قوي. انا عندي كلمه اسمها هابت. كلمه اسمها ايه؟ هابت. وهابت دي ليها شكلين. بصيت على قبل هابت لقيته صفه ملكيه، لازم تحط لي بعدها تو مصدر. صفات ملكيه هابت تو مصدر. اسمها ايه؟ صفات ملكيه هابت تو مصدر. خد جمله كده حلوه زيك الله يرضى عليك. جيت قلت لك هي از ان ذا هابت نقط. ما تجاوبش. ها؟ الجمله الثانيه it is his habit نقط. ارجع للقاعده بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعده بتاعتي بتقول لك ايه يا ريس؟ ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. استنى، البتاع باظ ولا ايه؟ اهو يلا شغال. ماشي. انا رجعت لكلمه هابت اهو. بصيت على قبله لقيت حاجه اسمها صفه ملكيه. مستر هي ايه صفه الملكيه؟ انا عندي صفه الملكيه حاجتين، يا اما ضمائر ملكيه يا اما الابوستروف اس. الضمائر الملكيه زي هيز تي شيرت، هير سكارف، ماي فون. خلاص ضمائر الملكيه اللي انت عارفها. طب بقول لك ايه؟ ده مهند فون. خلاص ده التليفون بتاع مهند. يبقى ده ضمائر ملكيه. قبل كلمه هابت هتحط بعدها تو مصدر. طب خد القاعده الثانيه عشان ترجع تحل جملتك. انا عندي كلمه اسمها هابت، بصيت على قبلها لقيت كلمه اسمها ان ذا. لقيت كلمه اسمها ان ذا، يبقى حطيت بعدها اوف والاي ان جي، فهتبقى ان ذا هابت اوف والاي ان جي. هتبقى ايه؟ ان ذا هابت اوف والاي ان جي. ارجع كده للجمله بتاعتك بعد اذنك. بص يا ريس، he is in the habit. انا بصيت على habit لقيت قبلها كلمه اسمها in the، يبقى على طول يا مستر بعدها حاجه اسمها اوف والاي ان جي. فيجي يقول لك to play مثلا او to smoke ولا of smoking، فانت تقول له جدع of smoking. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجمله الثانيه لقيت كلمه اسمها هابت، بصيت على قبلها لقيت هز. هز ده عباره عن حاجه اسمها ضمائر ملكيه، يعني صفه ملكيه يبقى بعدها تو مصدر. عارف ليه؟ عشان صفات ملكيه هابت تو مصدر. يبقى انا عايز اوف سموكينج ولا تو سموك؟ جدع تو سموك. ادي كلمه هابت. طيب خش لي على قاعده مهمه قوي اسمها وود والمصدر. ركز معايا فيها عشان مهمه. وود والمصدر بتساوي حاجه اسمها يوزد تو.
يبقى معناها كان معتاد يعمل حاجه بس دلوقتي ما بيعملهاش. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه اظبط رجلي بالله عليك. طيب وطالما هو المصدر معناها كان معتاد ويوزد تو معناها كان معتاد، قال لك انا في عندي حالات لود وحالات ليوزد تو، بس انا بعمل لها تركيه كده عشان اسهل عليك شويه في الحل. لو لقيت الاتنين مع بعض يوزد تو تكسب. تاني، انا لقيت يوزد تو ولقيت وود والمصدر والاتنين صح بس يوزد تو تكسب. واحده تاني، لقيت يوزد تو ولقيت وود الاتنين مع بعض، اختار يوزد تو عشان يوزد تو تكسب. يوزد تو الاولويه. طيب ده في حته يوزد تو. طب بيجي يقول لك سؤال، ايه السؤال؟ ظرف التكرار. يعني ايه ظرف التكرار؟ يعني عندي كلمه زي كلمه يوجوالي مثلا، هي كلمه يوجوالي دي اللي هي معناها عاده، وعذرا على خط الجميل ده، وكلمه يوجوالي اللي معناها عاده دي مكانها فين مع وود؟ بتيجي قبل وود ولا بعد وود؟ فانا بقول جمله كده لذيذه انا واخواتي، ظرف التكرار بعد وود. مره كمان، ظرف التكرار بعد وود. يبقى يجي يقول لك كلمه يوجوالي، يوجوالي وود ولا وود يوجوالي؟ فكر نفسك، ظرف التكرار بعد وود يبقى وود يوجوالي. تمام، هي دي اللي صح، اي شكل تاني غلط. طب يا مستر هي كلمه ظرف التكرار ممكن تيجي مع يوزد تو؟ جدع، ممكن تيجي معاها عادي جدا، بس مكانها فين؟ سواء قبل يوزد او بعد يوزد. تاني، قبل يوزد او بعد يوزد. تالت، قبل يوزد او بعد يوزد، الاتنين شغال. يبقى سواء يوجوالي يوزد او يوزد يوجوالي. خلاص كده انا عرفت ان فكره يوزد مع ظرف التكرار قبلها بعدها شغال، انما وود ظرف التكرار بعد وود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خش لي في قاعده جامده قوي قوي الا وهي قاعده اسمها بات ناو. بات ناو معناها ولكن الان، بس دلوقتي. ركز معايا كده واحده بلدي بالعربي. يعني ايه؟ يعني جيت قلت لك والله انا كنت معتاد ان انا ادخن في الماضي بس دلوقتي مش بدخن. لاحظ معايا الاختلافات، ها؟ كنت معتاد ادخن مثبت، دلوقتي مش بدخن منفي. طب خد واحده تاني، انا ما كنتش معتاد اني ادخن بس دلوقتي بدخن، يبقى قبلها منفي بعدها مثبت. القاعده دي بقى علشان احلها في الانجليزي طالما فيها عكس بص بص بص، صل على النبي. هي بطنه ومعناها بس دلوقتي ولكن الان. بقولها انا واخواتي كده بعد اذنك قولها زيي واوعدك هتحفظها. اولا انا عندي كلمه اسمها بي، لو قبل بطنه وبي بعدها فيرب تو بي. جامده، ها؟ طب يلا واحده كمان بالله عليك، لو قبل بطنه وبي بعدها فيرب تو بي. خد مثال، والله جيت قلت لك هي used to be lazy but now he not. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفجر ده ولا يا حود؟ لا، الساعة 3. طيب تعالى كده حدد معايا بالله عليك. انا عندي قاعده اسمها بطناو. قاعده اسمها ايه؟ بطناو. هي قاعده بطناو معناها ولكن الان. اول قاعده فيها واول كلمه انا قلتها لو قبل بطناو بي بعدها فيرب تو بي. بص يا ريس، انا بصيت على قبل بطناو وقلت لي في كلمه اسمها بي، جدع، يبقى بعدها فيرب تو بي الا وهو ام او از او ار وسكت. ليه يا مستر ما قلتليش ووز او وير؟ علشان كلمه بات ناو معناها ولكن الان، ما ينفعش يجي وراه ماضي. يبقى اما ويز او ار. حلو الكلام. طب صلي على النبي. مش هجاوب، ها، هكمل معاك. لو قبل بات ناو فعل بعدها دو او داز، بالله عليك صلح لي الكلام ده. لو قبل بات ناو فعل بعدها دو او داز، خد جمله، he used to smoke but now he not. بسم الله الرحمن الرحيم. بصيت على قاعدتي اسمها بات ناو، اسمها بات ناو. بصيت على كلمة اسمها بي ما لقيتهاش، لقيت سموك عبارة عن فعل. لو قبل بات ناو بي بعدها فيرب تو بي، لو قبل بات ناو فعل بعدها دو او داز، يبقى انا عايز هنا دو او داز. ما جاوبتش. كمل. قبلها مثبت بعدها منفي، قبلها منفي بعدها مثبت. مش انا قلت لك ما كنتش متعود بس دلوقتي خلاص عرفت ان هنا مثبت هنا منفي هنا منفي هنا مثبت. طب خد جمله ثالثه علشان تركز كده. he didn't use، وهشرح لك ليه didn't use to be lazy but now he not. صلي عليه يشفع فيك. هي قاعدتي اسمها بطناو، اسمها بطناو. طب وطالما بطناو عندي في النص، لو قبل بطناو بي بعدها فيرب تو بي ام او از او ار. طبق معايا في الجمل الثلاثه. بص يا ريس، الجمله الاولانيه he used to be lazy but now he not.
بصيت على قبلها لقيته بي فقلت لي ام او از او ار، بعدها فيرب تو بي تمام. طب بصيت على يوزد تو بي يوزد تو بي ليزي، هي دي مثبته، يبقى الناحيه الثانيه منفيه. هي بتاخد ام ولا از ولا ار؟ قلت لي از. هسيب از مثبت؟ لا، هتبقى جدعه ازنت. ما فهمتش، خد الجمله الثانيه عشان تفهم. هجاوب بالازرق. he used to smoke but now he not. انا عندي قاعده اسمها but now، بصيت على قبلها لقيته فعل يبقى بعدها do او does. هي تاخد does، شغاله مستر، بس ثانيه ثانيه ثانيه، قبلها مثبت بعدها منفي، قبلها منفي بعدها مثبت. he used to smoke، used to هنا مثبته يبقى بعدها منفي. does ولا doesn't؟ جدع doesn't. خد بالك انا بجاوب من غير اختيارات، اقسم بالله في السؤال ده من غير اختيارات. خد اللي بعدها. انا عندي he didn't used to be lazy but now he not. انا عندي قاعده اسمها but now، جدع. بصيت على قبلها لقيت كلمه اسمها be، قلت لي بعدها verb to be اللي هو عباره عن am او is او are. طب وتاني سؤال بساله لنفسي، قبلها منفي بعدها مثبت، قبلها مثبت بعدها منفي. طيب يلا، he didn't use to be، هي هنا didn't فهنا منفي، يبقى بعدها مثبت، وطالما بعدها مثبت is ولا isn't؟ هتقول لي is. he didn't used to be lazy، هو ما كانش معتاد انه يكون كسول but now he is، ولكن هو دلوقتي كسول، هو بالفعل كسول. صليت على النبي؟ يبقى سمع قاعده لنفسك عشان القاعده دي مهمه قوي. لو قبل بطنه وبي بعدها فيرب تو بي، لو قبل بطنه وفعل بعدها دو او داز، قبلها مثبت بعدها منفي، قبلها منفي بعدها مثبت. طيب يلا، كلمة ونص الموضوع ده خلص. أنا عندي كلمة اسمها didn't، كلمة اسمها didn't، كلمة اسمها didn't. أول لما أشوف did أو didn't، أول لما أشوف did أو didn't على طول use. أول لما أشوف did أو didn't على طول use. أول لما أشوف did أو didn't على طول use. بيجي يسألك العبيط didn't نقط فيقول لك used to ولا used to؟ جدع used to. طب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يجي يسألك يقول لك never نقط never نقط never نقط، هي never بيجي وراها ماضي بسيط. never use ولا never used؟ جدع never used. طب did he مثلا، did he نقط used to ولا used to؟ هتبقى did he used to والمصدر. يبقى بعد didn't او did دايما مصدر used to والمصدر من غير الدي. اخواتي ده كان يونت 11. تاخد نفسك الجميل، نخش على يونت 12 عشان يبقى خلصنا منهجنا على خير بامر الله تعالى. تعالى بقى حبيب قلب اخوك كده ناخد يونت 12 ونختم منهجنا ان شاء الله على خير، ويا رب تكون مستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 12 بيتكلم عن حاجه اسمها الفيوتشر تنس، الا وهو زمن المستقبل. طب انا عندي 6 اشكال من اشكال المستقبل. انا عندي اول شكل كده، عندي حاجه اسمها فيوتشر سامبل، ده المستقبل البسيط. حضرتك زي ما اتفقت انا وانت محتاجين نعرف حاجتين عن المستقبل، حاجه اسمها الفورم الشكل، وحاجه اسمها اليوز الاستخدام. عرفت الاثنين موضوعك بقى سهل. طيب الفيوتشر سامبل بيعبر عن حاجه اسمها ايه؟ اول حاجه اسمها التنبؤ بدون دليل. يعني ايه تنبؤ؟ يعني كلمه اسمها prediction without any evidence، من غير اي دليل، يبقى التنبؤ بدون دليل. تعال نشرحها بالعربي. حضرتك انا مش بديك اي دليل على كلامي، انا بتنبأ، انا بتوقع من غير دليل، يبقى ده والمصدر مستقبل بسيط. باشا الدنيا هتمطر وسكت، في دليل؟ لا، يبقى ده مستقبل بسيط والرين والمصدر. طيب التانية حاجة اسمها حقيقة عن العمر، فيوتشر فاكت، حقيقة مستقبلية، حقيقة عن العمر. بقول لك ان انا هتم مثلا 24 سنة، فاجي اقول لك I will be 24، خلاص يا باشا والمصدر. طب التالتة حاجة اسمها كويك ديسيجن، قرار سريع، يبقى المستقبل البسيط بيعبر عن التنبؤ بدون دليل، حقيقة عن العمر، قرار سريع، كويك ديسيجن. باشا في قرار لحظي في الموضوع، قرار مش محتاج تفكير كتير قوي قوي. الباب بيخبط انا هفتح الباب، الموبايل بيرن انا هرد. باشا قرار سريع والمصدر. حاجة اسمها عرض، مساعدة، وعود، تهديد. كلمة وعود يعني promises، وكلمة تهديد يعني threat. طب عرض مساعدة، أنا بعرض على حد المساعدة. will I help you؟ ممكن أساعدك. طب يعني I will carry these bags for you، خلاص أنا هشيل الشنط دي مكانك. الوعود زي promises، لما تلاقي كلمة promise حط will والمصدر. طب التهديد، حضرتك لو ما جبتش درجة حلوة في الامتحان أنا هطردك او انا هضربك او انا هعاقبك او انا هكلم ولي امرك. بص ده كله في المستقبل، علشان ده تهديد فانا هستخدم مستقبل بسيط. دوختنا يا راجل. المستقبل البسيط بقى بيتكون من ايه؟ قال لك ليه شكلين، شكل اكتف وشكل باسف. فبيتكون من فاعل والمصدر، مفعول بي وببي.
ده المستقبل البسيط. تاني زمن واهم الازمنه عندك من ازمنه الفيوتشر الا وهو الفيوتشر بيرفكت، زمن المستقبل التام. باشا اي زمن تام، اي زمن بيرفكت لازم يبقى فيه حاجه في التكوين اسمها بي. البي ده تصريف ثالث للفعل. طب هو المستقبل التام بيعبر عن ايه؟ قال لك بيعبر عن حدث هيتم، بلاش هيتم عشان بتلخبطك، حدث هيخلص بحلول وقت معين في المستقبل. خلاص باشا، لو انا عندي تايم لاين اهو، فالحدث ده في المستقبل بقول لك ان هو هيتم هنا، يبقى ده مستقبل تام. هو المستقبل التام بقى بيعبر عن حدث هيتم، هل ليه كلمات دالة؟ طبعا ليه كلمتين قسما بالله مهمين قوي. قال لك انا عندي كلمه اسمها باي، وكلمه باي دي بيجي وراها مده في المستقبل، وطالما شفت باي 2030 باي 2050 باي ومده في المستقبل، اعرف ان ده مستقبل تام. تكوينه ايه المستقبل التام؟ قالك بيتكون من شكلين، شكل اكتف وشكل باسيف. خلاص يا عم فهمنا اللعبه، قولها لي على طول عشان احفظها. المستقبل التام will have وبي، will have been وبي. المستقبل التام ليه شكلين اللي هم ايه بقى؟ will have وبي، will have been وبي. طب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غير باي ومده في المستقبل عندك باي this time وبيجي وراها مده في المستقبل. ده المستقبل التام. سريعا كده تعالى نخش على حاجه اسمها فيوتشر كونتينوس الا وهو المستقبل المستمر. ويا قلب اخوك اي زمن مستمر لازم في التكوين اي ان جي، اي زمن مستمر لازم في التكوين اي ان جي. طب حلو، بستخدمه امتى المستقبل المستمر؟ بالفهم. مش هو مستقبل؟ جدع. وهيكون مستمر؟ جدع. يبقى هو بيعبر عن حدث هيكون مستمر في المستقبل. طيب يعني مثلا انا عندي درس من الساعه 5 للساعه 7 بكره، عندي درس بكره غدا من الساعه 5 للساعه 7. يبقى مستر انت هتكون شغال بكره من 1 ل 7، هكون شغال، هكون مستمر في الشغل. يبقى اذا تقول لي ده مستقبل مستمر تكوينه ايه؟ والبي والاي ان جي. تكوين المستقبل المستمر والبي والاي ان جي. طب صل على النبي، في استخدام تاني عايزك تكتبه معايا. المستقبل المستمر بيعبر عن حدث مانع في المستقبل، حدث مانع في المستقبل، حدث مانع في المستقبل. يعني ايه يا مستر؟ فيجي المثال يقول لك والله I can't meet you tomorrow، انا مش هقدر اقابلك بكره. بيقول لك ليه؟ cause I نقط. حلو. الزمن اللي انا هحطه، قال لك انا الزمن المنع اللي هو منع حدث هيحدث في المستقبل. انا مش هقدر اقابلك بكره علشان هكون بعمل حاجه. الحاجه دي دايما تبقى مستقبل مستمر او مضارع مستمر، يا اما ويل بي والاي ان جي، يا اما زمن المضارع اللي احنا لسه هناخده. طب صليت على النبي. تعال نخش على صيغه اسمها ام واز وار جوينج تو والمصدر. الصيغه دي من اهم الصيغ اللي عند سعادتك فلازم تركز فيها. ام واز وار جوينج تو والمصدر. هي ام واز وار جوينج تو المصدر دي انا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في 4 حالات. برضو معناها ايه مستر؟ معناها سوف، معناها معناها هعمل. طب بقول لك ان هي بستخدمها عند حاجه اسمها التنبؤ بدليل واضح. التنبؤ بدليل واضح يعني ايه بقى؟ يعني انا عندي هنا بقى كلو، انا عندي ايفيدنس. باشا انا بقول لك the sky is cloudy، السماء او مليانه غيوم. The sky is dark، السماء مظلمه. The sky is black، السماء سودة. باشا هنا كل ده بيقول لك ان في دليل. الدليل ايه؟ ان السماء مغيمه فالدنيا هتمطر. وطالما في دليل يعني دي حاجه اسمها التنبؤ بدليل واضح. وطالما بدليل واضح صيغه اسمها ام واز وار جوينج تو المصدر. طب تاني واحده عندي حاجه اسمها قرار، وهنا قرار يعني ديسيجن، بس هنا مش كويك ديسيجن، ده ديسيجن بس، ده قرار بس محتاج تفكير. باشا انا هسافر وسكت، ده قرار. مش انت علشان تيجي تسافر دي وانت هتعمل كده تسافر، لا، انا حضرتك باخد خطوات كتيره قوي علشان اسافر، والخطوات دي زمن تاني. بس انا بتكلم عن القرار بتاعي ده ام واز وار جوينج تو. انا عندي حاجه اسمها نيه. نيه كلمه اسمها intention او intend to. طيب هنا معناها ينوي. وعندي حاجه اسمها خطه، وكلمه خطه معناها بلان. وركز لي في الجمله دي make up my mind. make up my mind انا اخذت القرار. خلاص كده. طب خش لي بقى في اللي جايه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي زمن اسمه مضارع مستمر. المضارع المستمر شكلين، شكل اكتف وشكل باسيف. يا اما ام واز وار واي ان جي، يا اما ام واز وار بينج بي. تاني، فاعل ام واز وار واي ان جي، يا اما مفعول الباسيف بتاعه ام واز وار بينج بي. تصريف ثالث.
طب انا بستخدم المضارع المستمر ده في شويه استخدامات. ترتيبات، مناسبات، حدث يحدث الان. واحده واحده. يعني ايه ترتيب يا مستر؟ ترتيب يعني arrange، يرتب. arrangement ترتيبات. خلاص اذا كان بقى arrange or arrangement اذا انا بتكلم عن حاجه اسمها ترتيب. مضارع مستمر present continuous am with و are و ing. طب مناسبه حضرتك، المناسبه دي انا بجهز لها، بعد لها، برتب لها، يبقى am with و are و ing. حدث يحدث الان، الحدث اللي بيحصل دلوقتي. تعالى نقول دلوقتي احنا بنسجل، سو ان انا هقول لك we are recording، احنا دلوقتي حالا بنسجل. we are recording ده am with و are و ing. طب متضايق او قرفان مش فاضي، اكتبها لي كده معلش عشان عندك غلط بس في الملزمه. متضايق او قرفان ومش فاضي. يعني ايه متضايق او قرفان؟ حضرتك انا متضايق من حاجه، والله ام ريلي انويد، انا دلوقتي حاسس ان انا متضايق، منزعج. متضايق من ايه يا مستر؟ اقول لك بسبب واحد اتنين تلاته. دلوقتي مضارع مستمر. طب يعني ايه مش فاضي؟ فاكر الحدث المنع؟ جدع. الحدث المنع عندي زمنين. يعني لما اجي اقول لك don't phone me at 1 p.m. مثلا، ما تكلمنيش الساعه واحدة، فاقول لك ليه يا عم؟ ليه ما اكلمكش واحدة ليه؟ الزمن اللي انا هقول لك السبب بيه ده اسمه حدث مانع. وطالما يا قلب اخوك حدث مانع يبقى انا عندي زمنين، يا اما مستقبل مستمر future continuous will be وال ing، يا اما مضارع مستمر اللي هو present continuous am with و are و ing. يا رب تكون فهمت الحته دي. طيب خش لي على اخر حاجه واخر شكل من اشكال المستقبل، وشكل بيلخبطك. present simple ده مضارع بسيط وربنا اصول ما سمعه، بس المضارع البسيط مع المفرد بحط له اس او اي اس او اي اي اس، انما مع الجمع المصدر بس. عليا النعمه من نعمه ربي قلت بتاع 6 مرات في الفيديو ده. طيب الشكل الباسف بتاعه المبني للمجهول، ببدا بالمفعول، بعد المفعول ام او از او ار وبي بي، بعد المفعول ام او از او ار وبي بي، لان الباسف بي زائد البي بي، بي زائد التصريف الثالث. طب هو المضارع البسيط يا مستر بستخدمه امتى؟ قال لك ده بيعبر عن حقائق، بيعبر عن عادات، جدول مواعيد في المستقبل. البريزنت سمبل المضارع البسيط بيعبر عن حقائق، بيعبر عن عادات، جدول مواعيد في المستقبل. ايه الحقائق؟ حقائق عامة علمية. ايه العادة؟ حضرتك انا بتكلم عن حاجة اسمها الهابتس، العادات. طب ايه جدول المواعيد؟ وجدول المواعيد يا مستر يعني حاجة خاصة بالاشياء. باشا لما اجي اقول لك the train القطار نقط from the station at 7 a.m. القطار هيتحرك من على المحطة الساعة 7. باشا هقول لك will leave ولا leaves؟ هنا هتقول لي leaves. هسألك ليه؟ هتقول لي يا مستر ده هنا في حاجة اسمها جدول مواعيد، وبستخدم هنا present simple مضارع بسيط. يبقى the train leaves from the station at 7 a.m. or 7 p.m. ايا كان الزمن. انا هنا بتكلم عن جدول مواعيد. واول لما تقول لي جدول مواعيد مضارع بسيط present simple. قلب اخوك كان اخر حاجه معايا زمن المستقبل، ده اللي انا ختمت بيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يمكن فيديو ان شاء الله ما يكونش طويل عليك، بس ان شاء الله تكون استفدت بيه او هتكون مستفيد بيه يعني قدر معين. فربنا معاك، ربنا يوفقك، ربنا يكرمك ان شاء الله. بعد ما تخلص هنزلك ان شاء الله فيديو الحل بتاعك، فتكون جاهز معايا كده بعد ما تخلص الشرح، تكون فاهم، تكون مستوعب كل يعني الملاحظات اللي احنا قلناها. تيجي معايا في فيديو الحل كده ان شاء الله، انا هندل لك برضو دماغك في فيديو الحل. يعني ان شاء الله اشوفك على خير، ان شاء الله اشوفك وانت مبسوط وانت في اعلى المراتب. في رعاية الله قلب اخوك.